هتعمل انت الحركتين بتوعك دول، هتعرف اسم اليتيم. هروح انا ادور عليه. تقعد انت بقى مع دادا عارفه تلعب بدون كلام لحد ما تجيب اسماء كل الايتام. يعني مش عارف انت عشمان كده واحنا جايين لها طبين، مش ممكن تكون تعبانه عندها مشوار؟ هو البعيد ما بيفكرش للدرجه دي؟ اشمعنى؟ حبيبي دي ست ما بتتحركش، مشوار ايه اللي هتروح؟ 5 دقايق وانا هسلت نفسي واسيبكم براحتكم بقى، تاخد منها اللي انت عايزه. ابو ايه؟ مفيش تمييز، كلامك يحتمل معنيين كده الناس تفهم غلط، في جيران. لو عصلجت معاك الستات تحب الدلع، دلعها. الله. هاتها على حجرك لحد ما تاخد غرضك بالمسايسه. هتسايسها هتقول لك اسماء الايتام كلهم. انت جاي هنا وتوطي صوتك يا حاجه؟ طب انده لك، طب تقول لها كلمه الايتام دي عشان هي فهمت غلط خالص. هي ابو ده. يا رب يا ساتر. ازيك يا استاذ ابو؟ ازيك يا فاتن؟ عامل ايه يا استاذ سامي؟ اهلا يا فاتن. ده عارفه جوه؟ اه والله يا اخويا موجوده، بس معلش يعني هي عندها ضيوف. طيب على بركه الله. يا رب يا ساتر. نسكافيه ها بلاك 2 سكر. هو يا اخويا على طول كده؟ معلش يا فاتن، هو قليل الذوق، خليها معلقه واحده سكر. فطرتوا ولا نفطر سوا؟ ايه ده؟ خدي ياما. يا نعم. هي دادا عارفه بتقرا الفنجان؟ طبعا دي بتقرا الفنجان وبتقرا الكف كمان. طب معلش بس استفسار، انت عايز تستفسر برضه صح؟ وغالبا هو نفس الاستفسار يعني. اتفضل. هي دادا عارفه لما بتقرا الفنجان اللي بيتقري له بقى الفنجان ده يعني بيستفيد يعني هو بيعمل كده ليه يعني؟ لا مش فاهم. اشرحها لك بطريقه تانية. يعني انت عارفه عبد الحليم حافظ مثلا في قارئة الفنجان الكلمات كانت بتقول ايه عن العرافه؟ كانت بتقول قالت يا ولدي، مش دي الكلمات كده صح؟ أيوة. قالت يا دادا عارفه بقى لما بتقرا الفنجان بتقول ازاي؟ انا امي خارسه حضرتك، ما بتقولش حاجه. يعني انا ما غلطتش. يا فاتن اعملي لي فنجان قهوه تاني يا اختي. حاضر يا حاجه ماشي. هنا ايه كل الفناجين دي؟ هقول لك، اصل احنا اكتشفنا في اول فنجان ان جوزها بيخونها. طب هو احنا في الفنجان الكام دلوقتي؟ ال 22. جوزها بقى طلع بيخدعها واخد منها العيال وما عندوش مزرعه في ابو المطامير ولا حاجه. هي الفناجين دي بطوله نيللي كريم دي ولا ايه؟ طب امشي 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 خلاص، يلا ما تحرقناش الاحداث، امشي. يا عم انتوا الخسرانين. الناقص هيتجوز عليا؟ لا يا جدعان يا جدعان، دي بتفهمها. هي الست دي ذكيه ولا احنا اللي اغبياء؟ هيتجوز امال بنت كوثر قد بنته. لا بقى لا بقى، هي عرفت منين ان دي امال بنت كوثر؟ يعني دي فين امال وفين كوثر فيها دي؟ انا بيتهيألي دي كوثر. اروح لكوثر بيتها واقول لها فين بنتك الصايعه عشان اقطم رقبتها. كرباج سوداني الفع بالمتنيه. يا حاجه يا حاجه بتقولك مزنوقه مزنوقه، عايز تدخل الحمام. تعالي ياما. الحمد لله الحمد لله الست طلعت بتهيس مش انا اللي غبي. هو موضوع تهييس الست ده ملوش علاقه بانت غبي ولا لا، انت كده كده غبي. بقول لك يا حاجه بعد اذنك، هو انت قدامك كتير بس عشان احنا حاجزين ده عارفه نكس. هي خيانه زوجيه برضه يا اخويا ولا حاجه؟ لا وصيه. هو مش اليتيم اللي احنا رايحين له ده بيشتغل مدرس؟ ايوه يا ابني، عماد السيد معتمد مدرس تاريخ. الله، طب انت جايبنا السجن ليه؟ السلام عليكم يا حارس. حارس. خير في ايه؟ مش دي مدرسه برضو؟ كانت مدرسه. كانت مدرسه، امال دلوقتي ايه؟ بقت غابه. العيال اللي جوه دول مش بني ادمين، وحوش. طيب بعد اذنك يا حاج افتح لنا عشان عايزين نسال على حد جوه بس. متاكد؟ انت شكلكم ولاد ناس ومش شكل عوق. ده احنا بناكل فته مش مكرونه ورادعين العوق في الببرونه. افتح افتح. الله، ايه ده ايه ده ايه يا حاج ده؟ دي فسحه. فسحه؟ انتوا العيال دول بتعلموهم ولا بتشرسوهم؟ خش جوه منك. الحقونا الحقونا يا ولاد العبيد الحقونا. مش تقول يا غبي ان هو في عوق من الاول؟ غبي. والنبي يا كابتن والنبي يا كابتن ساعدوني اطلع من المدرسه دي، ابوس ايديكم. امشي يا بابا، يلا خش مدرستك شوف دروسك، يلا. مش عيب تبقى كبير اصلا كده ولسه في المدرسه تلميذ؟ انا مش تلميذ، انا مدرس. مدرس؟ طب وحياة ابوك يا شيخ، في زميل ليك جوه مدرس تاريخ اسمه عماد، انده لنا بس. ما انا عماد، انقذوني بقى.
بقول لك ايه، بقول لمراتي ان انا مسيري هرجع وجرس المروح مسيره يدق. ده بيحموه جوه؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، احنا لازم ندخل نلحق اي حاجه فاضله من قطع غيار عماد. لا انا رايي ما نخشش اصلا، لان ده اللي باقي من عماد، وطبعا نوي ان احنا نمضي الجزمه والبنطلون. ها هندخل يا ابو وهتفكر لنا يا اور في طريقه ندخل بيها الحصن ده. طبعا هندخل، وعيب قوي لما يبقى معاك ابراهيم النويري وتقول لي هندخل ولا مش هندخل. ها هو العسل بيعمل ايه هنا؟ بشتغل عادي. ايه عسل دي يا منى؟ ما تشقطيني احسن، واضح انك بتقعدي مع ابو كتير. حضرتك عسل حضرتك كاتبه عسل في جدول الاعمال. ايوه، اصل في شحنه عسل هتوصل النهارده ولازم انا اللي استقبلها بنفسي. بقول لك ايه يا منى، عملتي ايه يعني في موضوع اسمي؟ والله انا بوكيه ورد للاستاذ شيطاز العلا جلال. حضرتك شيطاز؟ انا زفت، حطه عندك. والله انا كلمتهم وقلت لهم مش عايزين ورد، بس ابو مأكد عليهم انهم يبعتوا بوكيه ورد كل ساعه على مكتب حضرتك بالاسم ده. هموت واعرف بيجيب فلوس الورد دي منين. بقول لك ايه، كلمي قسم الحسابات وقولي لهم يقللوا الفلوس اللي احنا بنبعتها له، اما اشوف بقى هيبعت لي ورد تاني ازاي. حاضر. منى، لو عرفت ان حد عرف ان اسمي شهيطاز او سمعت حد بيندهلي بيه هخصم له يومين. حاضر يا نسا شهيطاز، حاضر. مخصوم لك يومين. زهزه. ايوه. عايزين نقرر الواد بتاع الورد ده ونعرف منه كل حاجه. اعتبره حصل يا ريس. خرم، بقول لك يا ابو الكباتي. ايه ده؟ انت ازاي تدخل هنا من غير استئذان؟ ملمود بيدخل من غير استئذان. طب اطلع دلوقتي وننظف بعدين. انت متأكد ان هي لسه فيها بعدين؟ العمر بيخلص في لحظة، كله رايح كله رايح. تعال ادخل، اتفضل. مستعجل على الدخول ليه؟ ما كلنا خارجين منها بسرعة. متستعجلش، كله رايح كله رايح. مش عارف ليه الراجل ده خلاني عايز اتصل بام الله يرحمها. يا ابني، مين اللي جايب الورد ده كله؟ انا حضرتك. يا دي النيله، ما انا عارف مين اللي اشتراه. واحد اسمه ابراهيم النويري. اها. والله اللعب بقى على المكشوف يا ابو. عارف ده معناه ايه يا زهزه؟ معناه ان ابو وشاهي فاتحين مع بعض مشروع مشتى الورد من ورانا يا ريس. زهزه. طب ايه طيب؟ طب عيانه، طب فبيبعت لها ورد؟ ما تقول لي انت على طول. طيب معناه انه بيشتريها. مش واخد بالك ان شاهي بتسمع كلام ابو من غير ما تقول له حتى بم؟ عارف ليه؟ لانه بيجيب لها ورد ويجيب لها هدايا. احنا عايزين نعمل كده. انا عايزك تروح لشاهي وتعرف هي بتحب ايه. اعتبره حصل يا ريس، هروح اسالها حالا. يا ابني، تسالها ايه؟ ما تقول لها احسن ان احنا اشرار وجايين ندمر شركه عمي. طب ليه طيب؟ ما احنا كده هنكشف نفسنا. اظن مش من الذكاء خالص ان احنا نعمل. انت تروح لشاهي تراقبها، تعرف بتحب ايه ونفسها في ايه. ما تجودش. امرك يا صاحب الخطه، عن اذنك. ربنا يستر. تعالوا اتفضلوا. تعالوا. ابو، انت متاكد ان الهبل اللي احنا عاملينه بالاشاربات ده هينفع مع العيال دي؟ عيب عليك يالا، مشروعين ما بيخسروش في مصر، مطاعم وكافيهات. كانتين في مدرسه هتشوف. لا يا اولاد، بنجهز لسه شغلانه. جرايه يا شيف سامح، انت مش لابس جوانتيات ليه يا شيف سامح؟ الشيف علاء لو شافك هيشوحك على الجريل ده. في ايه؟ لازم نطمن برضو على نظافه الحاجات اللي هناكلها لاولادنا.
هو ايه ده بقى؟ حضرتك النهارده طبق اليوم عباره عن تشيكن كيف، دي عباره عن فراخ متبله بعنايه، بتاخد بقى صوص زبده، بتاخد توم، بتاخد موتزاريلا، بتاخد زيتون، بتاخد فلفل الوان، غير ان هو بيجي كومبو مع بطاطس واونيون رينجز، ده اسمه كده تشيكن كيف كومبو. انا اخد الكنيف كولومبو ده كنيف كولومبو. وعايز يونيون انجز ده. يونيون انجز. انجز بقى. اوكي. طيب انت اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمه سجق. اسمه سجق وانت بتبيع له كيف. يبقى خد الاوردر من الزباين. تابع واحد كنيف كولومبو اضافه جبنه لسجق وتوصى بالسيفون يا شيف. انت بتكلم مين حضرتك؟ احنا بس اللي شغالين، السندوتش جاهز. الكنيف كولومبو جاهز يا استاذ، شوفيتم يا استاذ سجق. كام بقى؟ 49 99 ان شاء الله. يعني كام يعني؟ 47 باذن الله. 47؟ ده اشترك بيهم انت والعربيه. يلا يا ابني هنا يا. هو عنده حق جدا. اقسم بالله ما انتوا واقفين هنا يا رجاله. العربيه دي تلزم. استنى يا انت وهو، الحتتين دول يخصوني. كامبا؟ هو انا مش متخيل اللي انا هقوله دلوقتي ده، بس انا سعيد جدا ان انا شفتك يا كامبا. انت بتعمل ايه هنا؟ انتوا اللي بتعملوا ايه هنا؟ دي مدرستنا. احنا بندور على مدرس اسمه عماد، طلع واحد من اليتامى اللي المفروض يمضوا على الوصيه. ولا سجقه. يا معلم، استاذ عماد بتاع التاريخ فين؟ هيدي حصه في ثالثه تاني بعد الفسحه. استاذن. حصل يا معلم. عايزك بقى تودي الضيوف لحد بقى الفصل بنفسك ومحدش يتعرض لهم. امين. روحوا انتوا مع سجقه واشوفكم في البيت بالليل. في امان الله يا رجاله. في امان الله يا معلم. متشكرين يا استاذ كامبا. هو ده فصل ثالثه تاني، عايزين مني اي حاجه؟ متشكرين يا سجقه، متشكرين جدا. بقول لك ايه، خد المرايل دي، خدها بقى انت وزمايلك، يعني ممكن تلفوا بيها بضاعه، اي حاجه عايزين تبيعوها ما يضرش. فوط مطبخ، انبسطوا يعني انبسطوا. سلم على المعلم كامبا. ابو هتستنى هنا، ما تتكلمش مع اي حد خالص، انا هخش جوه الاستاذ عماد اتكلم معاك كلمتين وهخلص الموضوع واجي لك على طول. ليه بقى ان شاء الله؟ دي غير عليا؟ مش عايز نكشف على مدرسين؟ بص يا ابو، اصل ده مدرس تاريخ في مدرسه فاهم الفكره؟ وانت اصلك يعني موضوع المدارس ده انت مالكش فيه قوي، فخلينا انا هتكل على الله. فايه يا لذيذ، مدرس تاريخ، راجل بيدي درس تاريخ، بيشوف النتيجه تاريخ النهارده ايه ويقول للعيال ايه الذكاء. بتم النتيجه بيعمل مع العيال؟ الله يرحمه بابا طارق، كويس انه مات قبل ما يشوف خيبه امله فيه. انت مقتنع بالفار ده؟ انتوا عارفين يا اولاد يعني ايه واحد بيتكلم في محراب العلم؟ الفصل ده هو محراب العلم. اللي بيتكلم بيعمل طاقة سلبية، بيبث طاقة سلبية في المكان مما يؤثر على الاستيعاب. والفصل ده ليه قدسيته. الفصل لا يقل أهمية عن المسجد. ايه ده؟ ايه سلامتك؟ ايه يا ابني الاحترام ده؟ في مدرسين محترمين كده؟ يا دي الكسوف. ايه يا عم الجو ده انتوا بتستحملوه ازاي ده؟ يا لهوي على الاحراج، يا رب ما تحطني في الموقف المحرج ده. ما انا قلت من الاول يا حبيبي، ما انا فاهم في القصه دي، انت مالك انت؟ هات ممكن تسيبني اشوف شغلي؟ روح شغلك. يلا حبايب قلبي كله يرد ورايا، اللي مش هيرد ملوش اعمال سنه، انا بقول اهو. وصلاح الدين هزم الصليبيين، هزمهم فين؟ في موقعة حطين، ولا همه تخين، خلى ليلتهم طين. قول له بقى انا مش عارف، هو الاستاذ عماد يعني بيدي كده درس تاريخ ولا دي حنة اخته؟ انا مش فاهم، لان بص هو احتمال يكون التاريخ اتغير لان انا بقالي كتير ما بنزلش، فانا حاسس ان انت وعماد ممكن تتفاهموا مع بعض. خلص انت الموضوع، خلص. قدرنا، والله العظيم قدرنا. لما يبقى معاك عيل خرع كده قدرك ان انت اللي تتصدر. التاريخ يا ولاد هو اساس كل شيء. اللي ملوش ماضي ملوش حاضر وملوش مستقبل. ينفع تبني الدور الثالث من غير ما تبني الدور الارضي والدور الاول؟ ما ينفعش. زي الطبقات كده. عارفين الرقاق اللي ماما بتعمله؟ الجلاش هو زي الجلاش. فتعالوا يا احبتي نلتهم هذه الوجبه الدسمه ونسافر عبر الزمن. شفت الجو؟ تعبيط يا سمسم. يا جو ايه اللي شفته؟ ما الراجل عادي زيه زي كل المدرسين، بيعطش الجيم وبيجوع العيال وبيكلمهم عن الرقاق جوه اهو. بيتكلم في حاجات عاديه ودرس كده طبيعي؟ لا يبقى كده في حاجه غلط. تعالى. مصر اتقسمت نصين، جيمنا وخد بايديهم والهكسوس حط عليهم، غفلهم سبت وحد، فتح القدرين على بعض، فتح القدرين على بعض، فتح القدرين على بعض.
دلوقتي مش فاهم. والله وانا كمان عايز افهم، سقفوا له هنا عايد على الاستاذ عماد ولا على الملك مينا؟ عشان نبقى فاهمين بس احنا بنسقف لمين. انت بتفكر في الاعراب، احنا في ايه ولا في ايه يا ابو؟ الراجل ده مشتل. والله العظيم الراجل ده لذيذ جدا وانت اللي عيل فصيل. طب اقول لك على حاجه، انا عايز اروح اخد منه بقيه الدرس على فلاش هشغلها في العربيه، بالذات الحته بتاعت فتح القطرين على بعض، فتح القطرين على بعض، فتح القطرين على بعض. حضرة الناظر، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ يا حضرة الناظر بس يا ابو، انت مبسوط؟ والله يا فندم وماليك عليا حلفان، انا ياما قلت لهم بدل المره 1000 في المقسوم لازم يبقى قاعد نعلى بالتك ونورق في الدم. لا لا لا، ده مستوى جديد من الهبل بقى. لا تعال امشي بقى. فتح القطرين على بعض، فتح القطرين على بعض، فتح القطرين على بعض، فتح القطرين على بعض. يا ريت حضرتك تدعي معايا عشان ربنا يشفيه. بعيد عنك هو من 2 اصيب بانفصام ادى الى تهتك في الغده اللزقيه. ايه الغده اللزقيه دي؟ اللزقيه دي يعني لما بتلزق في دماغ اي حد مننا ما بتطلعش من دماغه ولا بالطبل البلدي. يعني باختصار كده هو بقى عايش بشخصيتين، شخصيه الاستاذ عماد مدرس التاريخ المحترم، والشخصيه الثانيه شخصيه عمده. وعمده ده بيدرس ايه بقى؟ ده طبال اصلا. امال ايه؟ على فكره انا مضطر هنا في المدرسه اني اخليه معانا هنا عشان في عندنا نقص في المدرسين، الطلبه هنا بياكلوا المدرسين. يا ساتر. انا عندي نقص فيهم. بقول لكم ايه، ما لاقيش حد فيكم يكون بيعرف يدرس علوم. يا دي المصيبه، عماد عنده فصام في الشخصيه، فصام شحط زي ده ولسه ما اتفصمش لحد دلوقتي وبيرضع من مامته. بقول لك حضرة الناظر، نعم، احنا كنا عايزين الاستاذ عماد في موضوع شخصي، فبدل ما نقعد ننط لكم كل شويه هنا في المدرسه واحنا عارفين ده مكان شغل، هنطلب بس من حضرتك عنوان بيته. تقدروا تاخدوه من شؤون الطلبه. استاذ عماد ازاي حضرتك عامل ايه؟ انا ابراهيم النويري ابو سمسم ابن الداده. انا الناظر. اهلا وسهلا. احنا شفنا حضرتك عند السور ساعه ما الولاد الاشقيه كانوا ردع بالمهنه يا سيدي. بس يعني حضرتك لابس اهو بنطلون يعني. لا وانا بسيب غيارات عند الداده ستوك. يا استاذ عماد معلش بعد اذنك، احنا عايزين نتكلم مع حضرتك كلمتين، موضوع بسيط وعلى السريع نخلصه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ما تزعلش، لو سحلت هتموت. اجري يا ابو يا اختي. مساء الخير يا جماعه. مساء الخير. معلش بس قبل ما نبتدي الاجتماع، الموضوع اللي طلبتك بخصوص يا استاذ شوقي، اصل انا اول امبارح وانا مروحه جيت اركن ما لقيتش ركنه خالص، فاضطريت اركن العربيه عند يوتيرن. صحيت الصبح لقيت بقى عربيه الزباله خبطالي العربيه والفانوس مكسور. السؤال بقى هنا، اغير الفانوس ده بفانوس صيني ولا اصلي؟ مع العلم ان الاصلي 4 أضعاف الصيني. يعني انت مقومه الاستاذ شوقي من على مكنه غسيل الكلى علشان تساليه على فانوس عربيتك؟ ما انا بصراحه يعني لايصه، وبعدين انت يا استاذ شوقي عربيتك زي عربيتي فما عنديش غيرك اساله. واحنا مالنا؟ هو احنا مجلس اداره شركه بسكوت ولا مجلس اداره حياتك؟ طيب يلا نبتدي الاجتماع. بس معلش بس سؤال اخير والله، هي الكارتيره دي فين يا استاذ شوقي؟ هي كارتيرة زيت ولا موتور ولا عجل ولا ايه بالظبط؟ ده يودينا لسؤال مهم جدا، ايه هي بقى الكارتيره؟ استخبى استخبى، بس خليك فاكر محدش بيستخبى من قدره، كله رايح كله رايح كله رايح.
تمام عليك. عرفت لك اللي اسمها شاهد دي عايزه ايه. برافو برافو يا زازا. ها محتاجه ايه؟ محتاجه حد يدعي لها. حبيبتي دماغها في الزحليقه، دماغها رايحه منها خالص. دعوه ايه؟ طب ما ندعي عليها ونخلص، هو ده اللي وصلت له. اكيد لا طبعا، معايا كل حاجه هنا. ثانيه واحده بقول برضه. عايزه فانوس. فانوس رمضان. فانوس عربيه، فانوس عربيتها مكسور، فهي محتاجه فانوس. بس هي ما حددتش اذا كان الفانوس اليمين ولا الشمال واللي ورا ولا اللي قدام، فهنضطر نجيب لها 4 وكده هنتعور جامد سيادتك. حد يجيب له واحده هديه فانوس عربيه؟ امال في خطوبتها يجيبوا لها شبكه ايه؟ طقم فيوزات الماظ. عسل معاليك. لا هي عربيتها اتخبطت، فهي دلوقتي بتتصلح عند السمكري. سمكري؟ نجيب لها سمكري هديه؟ عربيه هديه. زهزه عايزك تطلع على اكبر معرض عربيات وتنقي عربيه احدث موديل وتخليهم يجيبوها على هنا. تمام معاليك، اعتبره حصل. بس قول يا زازا. اول امبارح حضرتك بعتني الصيدليه عشان اجيب لك مرهم كينا كومب. تقريبا. المهم انا جبته وما حسبتنيش عليه، وانا دلوقتي هروح اجيب عربيه، فممكن بس تديني فلوسها قبل ما اروح علشان انا اخر فلوس معايا جبت بيها المرهم. بره يا زازا. تمام بس يعني ممكن فلوس ابتديت تتراش خلاص. بره بره. تمام انا هرجع المرهم واجيب العربيه. عارف ان انفصام الشخصيه ده لو ما اتعالجش يجيب تانية مزركشه؟ ياه حبيبي، طب لما يتعالج يجيب ايه؟ لا ما اعرفش، ما بفتيش انا في اللي ما اعرفوش. ايه ده؟ استاذ سمسم واستاذ ابو؟ ده ايه الصدفه الحلوه دي؟ ده بيروح المعموره عادي بقى كده. لا مفيش، كنا عايزينك في موضوع كده. طب تاخد الجاكيت تستر نفسك بيه؟ لا اهالي المنطقه هنا متعودين اني برجع كل يوم كده من المدرسه عادي كده. ازيك يا استاذ عماد؟ فخدك سمره ليه؟ انت صيفت ولا ايه؟ لا مصيف ايه؟ كمني بس برجع كل يوم ماشي في الشمس فاسمر شويه صن كيسز. طيب احنا موضوعنا بقى عشان البوكسر الازرق عليه تويتي فين يا مستر عماد؟ في الغسيل يا امجد. سلم على بابا يا حبيبي. طب احنا كنا عايزين حضرتك في حاجه على السريع كده. طب نتفضل فوق بقى. لا احنا هنا هنخلص، احنا نقول هم كلمتين هنقول لحضرتك علشان احنا اوبا. بقول لك يا عماد، ما تكلم الحلواني كده تقول له ان في صينيه كنافه بالقشطه هربت من عنده ودخلت في قلبي. قليل ادب على فكره. الله يعينك. استاذ ابو، ايه انت بتعاكس مرات منطقتي؟ ايه مرات منطقتك دي؟ استنى بقى يا نسا. اوبا، ده ايه الفيزون اللي عدى ده؟ يا بخت الهوا اللي مناخيرك بتشمه والقرف اللي كعب رجلك بيلمه. الرجوله عصب مش شرب قصب. ترضاها لاختك؟ ما يصحش كده ابدا. ترضى لاختك كده؟ على فكره انا حبيت عمده اكتر منك. عمده مين؟ لا ده موضوع كده. طب اتفضلوا يا جماعه، انتوا واقفين هنا معقوله؟ اتفضلوا فوق بقى. ده ايه النور ده؟ يا انا مش هزعل منك عشان انتوا ضيوف. اتفضل. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده احنا زرنا النبي. اتفضل يا استاذ سمسم. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ ابو. يا رب يا ساتر. يا اخلاص تعالي معايا ضيوف. اخصى عليك يا عماد، مش تقول انك جايب رجاله؟ كنت لبست قميص نوم غير ده. اقدم لكم يا جماعه مراتي وحب عمري اخلاص. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا. ده سمسم وده ابو. تصدق ان انا بقالي يومين بتوحى مع السمسم؟ ابو انا ميكي ابتدى يلعب في عبي. ليه؟ ما انت مش شايف بتبص لي ازاي؟ ده انا اخر مره شفت البصه دي كانت في فيلم وثائقي عن تزوج الحمار الوحشي. كانت انثى الحمار بتبص بالجنب كده، بالجنب للحمار التاني في خلاص الحمار سمعنا. يا ولاد تعالوا عشان تسلموا على اناكيلكم. اهلا 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 بالحلاوه دي. حبيب بابا حبيب بابا. ما شاء الله. ده بقى يا سيدي علي حبيب بابا اخر العنقود. قول لي يا قمر انت جميله. عارف يا سمسم، الله، انا لما كنت حامل في الولد علي اتوحمت على القراصيه. لذيذه القراصيه هي. طلع له وحمه في وشه. يا عيني يا حبيبي، الف سلامه. يرضيك اتوحم على السمسم يطلع زي العيش الكايزر؟ ابو يرضيك؟ الله. ابو
ابو هو انا نازل النهارده لابس خفيف ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. بس اقفل صدرك. قافل صدري؟ انت بتغير عليا ولا لا؟ ايه ابو دي بتقول لي كايزر؟ قالت كايزر؟ قالت كايزر دلوقتي. ايه بقى؟ طب انا شايف ان في كايزر يعني. يا عصام يا عصام تعال يا حبيب بابا، حبيب بابا تعال تعال. ايه ده؟ ده صاحب علي طبعا. صاحبه ايه؟ ده اخوه. ما شاء الله. من اب وام تانيين. استاذ عماد يا ريت تبقى تسيب خزين للوحم في البيت، لان لما بيحصل مشاكل في الوحم واضح انه بيجيب لخبطه فظيعه. والله يا استاذ سمسم مشاغل وبقول فرايتي. ده هو بيقول فرايتي وهي بتقول كايزر، ده عادي كده؟ ما ده عادي هنا. يا علاء ربنا يقدرك. يا ابو طبعا ده عادي. لا مش عادي يعني. ايه؟ الله هنا بقى كنا بنطحم على بروسلي ها؟ فرايتي بقى. ما شاء الله. يا عمرو الله شوف بقى ازاي، شوف ازاي الجمال. انت مكسوف هو ولا ايه؟ ايه ده في دي؟ هو انت اسمك اخلاص ايه؟ اخلاص ابو شرف. طبعا. ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك؟ كان في عربيه عسل وصلت النهارده، ناقصه كرتونه، ما تعرفش راحت فين؟ لا انا ما اعرفش اي حاجه، بس انا عندي سؤال صغير كده خارج اطار الموضوع. حضرتك لو في شويه عسل لزقوا في الشعر بدون قصد، ممكن الواحد يطلعهم ازاي؟ هو انت استحميت بالعسل يا محمد؟ والله العظيم انا ما استحميت بيه، انا شربته. شربته ليه يا محمد؟ حضرتك اصلا انا كنت صاحي من النوم زوري مغشله، ماما قالت لي حط ورق جرايد عريض على صدرك واشرب ورق جوافه وتاخد الكثير من العسل، اصل حضرتك فيه شفاء للناس. ربنا يخلي لنا ماما. فجاه حسيت بتلبك وحسيت بانتفاخ فظيع يا فندم. ده انت بس علشان رفعت كرتونه عسل لوحدك يا محمد يا حبيبي. معلش ان شاء الله هتخف، ربنا ياخدك باذن الله. ايه محمد كنت بس عايزه اطلب منك طلب. تحت امرك. في عربيه تانية جايه دلوقتي، ممكن بعد اذن حضرتك تستلمها؟ استلم اي حاجه، استلمها بس اديني ساعتين اخلص حمام واجي. بعد اذنك استاذنك في البرطمان ده، استاذنك. ماما بتموت في العسل، ماما بتموت فيه. يا زهزه كله تمام؟ تمام معاليك. وحطيت كارت على طابلوه العربية مكتوب فيه تحية من مرتضى النويري لأهم وأنشط موظف في مجموعة شركات النويري. برافو برافو يا زازا. وبكده شاهي لما تستلم العربية وتقرا الكارت هتبقى زي الخاتم في صباعي، وإبو هيخسر كل حلفائه. كفاية؟ يلا. شكرا يا فندم، انا متشكر ليك جدا بجد. انا ممنون. مش معقول عربيه مره واحده عشان انا احسن موظف في الشركه؟ ده كتير، لا ده كتير عليا بجد كتير. انت جواك انسان كبير وضخم، طلعه بقى يا فندم طلعه. انا اسف، انا وسخت ايدك لزقتها ايدي فيها عسل، بس ممكن تمسح فيا يا فندم، امسح في وشي، امسح في بقي، حضرتك تعمل اللي انت عايزه. انا سعيد يا شركه. هتمطر شكلها باين كده. مش حاسس. ايه مالك يا فندم؟ مالك؟ فيك حاجه ولا طب اجيب لك كده كم؟ هجيب لك لمرة حاجه، هجيب لك. معلش بقى يا جماعه احنا اسفين على الدوشه. بس في صناعيه شغالين جوه. ولا يهمك. هو ملوش لزوم والله التعب. خلاص عاملاه بايديها. تسلم ايديها. لا يا عماد مش ده، التاني. حاضر يا حبيبتي. شكرا ميرسي قوي. نفسها طاهر. لا يعني تسلم ايديها والله، كويس انها لاقيه وقت تعمل شغل البيت يعني، كتر خيرها، ربنا يديها الصحه كده ويطول في نفسها يعني. الله يعزك يا رب يا استاذ ابراهيم. طيب يا استاذ عماد، يعني اديك عرفت الحدوته اهو، طلباتك اؤمر. طلبات ايه يا استاذ ابو؟ وربنا انعم علينا بنعمه الستر. هو بس في شويه ناس غلابه كده اخلاص بتعطف عليهم،
اجانب وعايزين نخلص لهم ورق الاقامه. لا متيسره اهي. لا يعني اكتبوا لنا بس اساميهم في ورقه وعينينا نخلصها لكم على طول. ابن حلال. ده بقى يا سيدي عم محروس ليه البواب، واحد من الاخلاص عايزه تخلص لهم ورق الاقامه. شوف، رغم ان عندنا ثبت يحب يطلع يوميا يوصل الطلبات بنفسه. امير. عم راؤول على الجده يا حنفيه. ايه يا عم راؤول؟ ده بقى يا سيدي عم راؤول السباك، كل ما يجي يسلك الحوض اخلاص تسده بشعرها. مغلي بقى. معلش اصل شعري بيقع من كتر التفكير. تفكير بتفكري في ايه يا اخلاص؟ ده بقى يا سيدي عم اميتاب بتاع الانابيب. شوف، رغم اني موصل وصلة غاز طبيعي دافع فيها دم قلبي، الا ان اخلاص تخليه يطلع كل يومين يغير الانبوب. شعرك بيسد الانبوبه برضو؟ لا هي قلبها كبير. حب عم اميتاب. عم قلت لك ما تهزش راسك كده تاني، اتفضل على جوه. مش عارف جايب الحركه دي منين، مع ان لا انا ولا امه بنعمل كده. هيكون لقطها منين يعني يا استاذ عماد؟ اكيد من التلفزيون مثلا، او من بتاع الانابيب مثلا او من التلفزيون مثلا. من وانا داخل من على الباب وانا حاسس ان البيت مضلم من غيرها. البيت مضلم من غيرك يا دادا. البيت مضلم. انا كان قلبي حاسس اخر مره كان عينيها مغربه في الجنه ونعيمها. عارفه انا يا رب مين بس اللي هيدلني على ايتام عشان اورث بقى؟ عرفت مين يا اخويا؟ دي خالتي سلوى. الحمد لله انها سلوى. مش كده، ايه ده؟ الحمد لله انها سلوى. هي جابت جن. ده ايه ده؟ مش عارفه. ده عزا، الست ماتت. اقفل بقى داري الابيض اللي تحت ده. ايوه داري، اقفل البينك ده خالص. صح، مش ظرف ده، مش ظرف يبقى فيه ابيض خالص. هي الحمد لله موجوده. طلع البيت مضلم لوحده عشان الفواتير تقريبا. بركه انها سلوى. مش كده برضه، مش كده. شد حيلك يا عارفه. طبعا ابا. بقاء لله فاتن. البقاء لله، البقاء لله يا جماعه. طب معلش يا جماعه، احنا اسفين، جينا في ظرف مش تمام. يلا بينا نتكل على الله. يلا. ايه؟ نتكل على الله ايه؟ والله ما جينا هناخد اسم اليتيم. فلوس. حبيبتي يا سلوى. طب خلينا متفقين بقى ان سلوى دلوقتي عند اللي احن مننا كلنا، ماشي؟ والحي ابقى من الميت. اللي هيحصل كالاتي، حضرتك ركزي معايا. احنا دلوقتي هنلعب مع الست الطيبه دي افلام في الظرف اللي احنا فيه. انا عارف، معلش نستحمل بعض. الحي ابقى من الميت، هناخد اسم اليتيم ونتكل على الله. لعب ايه يا اخويا اللي انت جاي تلعبه في الحزن اللي احنا فيه ده؟ اضحك يا ابو علي. صلي صلي صلي. علي واسمع من الهم. صلي. اضحك يا ابو علي يا خفيف الدم. ايوه، جحيم تحت الماء. جحيم تحت الماء. ايوه صح. ايه بيشتغل ايه يعني؟ بيشتغل تحت الماء. بيشتغل ايه تحت الماء؟ غطاس، غواص، رفاص، رقاص، هياص، هجاص تحت الماء. مش هجاص تحت الماء، حاجه تانية. كانوا بيرقصوا. يبقى الراقصه والسياسي. الرقاصه والطبال. بيشتغل سياسي تحت الماء. بيشتغل سياسي. بيشتغل راقصه. ايه دي منقله. لا تسالني منقله. حاجه تانية. النمر الاسود. ابراهيم الابيض. ذات الرداء الاحمر. الفيل الازرق. الحزام الاخضر. مش حاجه. طب ما هي يا ابو بتقول كذا فيلم، هي كل مره بتقول فيلم واحد، ده كده في حاجه غلط. يبقى بيشتغل في الافلام يعني. بيشتغل في الافلام. مخرج. مونتير. ريجيسير. كوافير. باديكير. مونيكير. ممثل. برافو. تمام. يبقى كده واحد هنا، احنا صفر. ماشي. لا بس هنجيبهم. لا هنبهدلهم. يلا بينا. لا بيشتغل ممثل. ممثل. انا اول مره اعرف ان بيومي فؤاد يتيم. يا ابني بيومي فؤاد ايه بس؟ ايوه يا دادا ممثل. هشام عباس تاني. طب اسمه ايه بقى؟ ايه يا دادا؟ عارفه ايه؟ هنضحك. ما انت راعي الظرف اللي احنا فيه. هي دي المشكله يا حبيبي، كانوا بيرقصوا من شويه. ايه طيب؟ ايه دي؟ في ايه يا ماما؟ مش عارف اسمه. سعيد. سعيد ايه بقى؟ رجع. سعيد عمل بومبا. نخلة. سعيد نخلة.
سعيد نخله بيشتغل ممثل. حلو قوي، يبقى عرفنا ان هو سعيد نخله وبيشتغل ممثل. الحمد لله، متشكرين قوي قوي يا دادا. معلش يا جماعه احنا اسفين جدا طبعا احنا لعبنا في الظروف اللي زي دي. معلش. حضرتك فظيعه ما شاء الله، هتبقي معانا بعد كده على طول بقى. رجعنا نلعب بقى فيفا زلاطه، ورينا هتمثليها ازاي دي. ها باي باي. بقاء لله. ربنا يسعدكم. باي باي. باي باي يا فاتن. أبا حبيبتي يا سالو. ابو الفنون. شيت ها؟ ما كان له احترام، ناقص تسال على البوفيه. ايوه احنا هنا، يلا اقعد هنا اهو. اقعد هنا فين؟ احنا 128. يلا. بقول لك تيجي نقعد في الاول. اول ايه يا ابني؟ احنا حاجزين تذاكر، بص لينا رقم هو، ما تخليش حد يحرجنا بقى. يلا خش. حد مين يا ابني؟ وفي حد غيرنا؟ يا ابني ده مكانك هو هنا، يلا اقعد. مش عارفين في ناس هتيجي ولا هيحصل ايه. ياه كويس يا اخي ان سعيد ده طلع ممثل مسرح، الواحد كان محتاج يفك كده يضحك بتاع. عندك حق يا سمسم والله، الواحد ما ضحكش من ايام عبده يتحدى رامبو. ايه ده، انت ضحكت ايام عبده يتحدى رامبو؟ اه. طب ما شفتكش. انا كنت قاعد ورا اصلا. اقعد هيبدا اهو. بس ايه ده، هو قريبك اللي طلع. سعيد اهو. ايوه. إني أشم رائحة الموت تقترب. لا اله الا الله. شمت حاجه؟ مش انا، ما تقترب منه هو. هوبي 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 أيتها العاصفة. ايه هوبي دي؟ مش اسمها هوبا؟ لا هو يمكن قصده ايه يا هوبي، بيهبها يعني، فاهم؟ ماي لاف. جهل بقى. ولكن أبدا لن تهز الجبال. ايه ده؟ بتضحك على ايه؟ تهز الجبال دي ضحكتك؟ لا الواد اللي عامل شجره ده بيضحك قوي. انت بتضحك ليه كده؟ طيب عشان احنا في مسرح يعني بتضحك ضحكه مسرحيه؟ ايوه. عيب كده، ما يصحش. ويليام. تعرف ان ويليام ده اللي هو ويليام والاس، مأخوذة عن قلب الشجاع. المسرحيه دي مأخوذة؟ بريف هارت. ده ميزه اللي قاري مسرح بقى. والى متى سيزل اشتياقي وشوقي اليك؟ إلى أن تهب العاصفة يا أميرتي. هوبي. احنا في أنهي فصل؟ ده بص يا مدام، العاصفه ما هبتش، يبقى احنا في فصل الربيع كده، لان باين من كلامه. حبيبي احنا في أنهي فصل في المسرحيه؟ لا فصل ايه يا ابو، دي المسرحيه بادئه من 3 دقايق. لا احنا بقى ايه، نروح مشوار ساعه كده ونرجع، تكون الرياح هبت بقى وخلصوا الهري اللي بيعملوه ده. اوعى بس اقعد، مش هينفع نمشي، مفيش حد غيرنا في الصاله. ليه مفيش؟ ليه؟ ما هو في واحد اهو. لا يا استاذ، انا صاحب المسرح وجاي اخد الايجار المتاخر. لا استنى اما الرياح تهب بقى وباخد الايجار براحتك بقى. اوعى يا عم عديني. ابو اقعد، مش هينفع. لما سعيد يشوفك وانت ماشي كده هيرضى يمضي على وصيه؟ احترم نفسك بقى يا اخي، عيب كده. المسرح ده ابو الفنون. ابو الفنون يا شيخ. تحب حد يغلط في ابوك كده؟ المسرح له احترامه. هوبي هوبي هوبي. قوم يا استاذ زكي يا طليمات، المسرحيه خلصت. انت بتاع احترام المسرح. ايه العاصفه هبت؟ العاصفه هبت. يا لهوي، ده انا حلمت بعبده يتحدى رامبو، والله وحشتني قوي. بجد؟ والله شفتك يا حبيبي كنت بتضحك وقاعد ورا. تعال تعال تعال. الله، احسنتوا يا اساتذه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا فندم ده؟ ايه الجمال ده؟ ايوه كده بقى، رجعوا لنا زمن الخشبه الجميل. والله العظيم يا استاذ ويليام، ادائك احلى مليون مره من اداء ويليام والاس نفسه. لا انا حاسس ان انا في حضره يعني فطاحل المسرح، يوسف وهبي ونجيب الريحاني سيد زيان ومحمد نجم، الجيل ده كله. حبايبي والله متشكر جدا. النص هو اللي عبقري. يا فندم نص ايه؟ ادائك مقنع بشكل مش طبيعي، وانت بتقول العاصفه هوبي هوبي هوبي. انا كلمتهم في البيت عشان يشيلوا الغسيل. حبايبي والله انا بقى ما كنتش عايزهم يتعبوا في البيت والله. يا جدع بتقول ايه؟ ده بيت اخوك. الله. المهم يا استاذ سعيد بقى، احنا كنا عايزينك كده دقيقه. سعيد مين؟ مش حضرتك سعيد؟ انا مش سعيد. تستنى في ايه؟ تقفش ليه؟ طبعا انا مش سعيد. انا مش عاصفه، هي مالك؟ انا مش سعيد. مش فاهم حضرتك سعيد؟ لا اخرج بعد ما تخلص، اخرج انت واصحابك، روحوا سينما ولا حاجه، يعني شوف ايه اللي بيبسطك واعمله، لكن ما تزعقش. انتوا بقالكوا ساعه بتتكلموا معايا وما تعرفوش انا مين؟ لا مش عارفين حضرتك، معلش. على فين سعيد طيب؟ ايوه يا باشا انا سعيد عمر. افهم بقى من كلامكم كده ان الاستاذ ده ابن طارق النويري بتاع البسكوت، وجايين عشان امضيلكوا على وصيه وتعملوا لي اللي انا نفسي فيه.
الله ينور عليك. بالظبط. طيب بادئ زي بدء كده، لو انتوا جايين تتمقلشوا عليا فستوب. ما ينفعش سليبرتي زيي في قامتي وتيجوا تتمقلشوا عليه. الكلام ده تعملوه مع واحد لسه من انصاف المواهب، واحد عامل جزع، واحد عامل ثمره، انما تتمقلشوا عليا في اللوكيشن بتاعي ده مش هسمح بيه ابدا. اما انا عايز اعرف برضو التناكه دي انت جايبها من انهي فرع في العيله يعني؟ ثانيه واحده اهو، ده مقلب صح؟ انت رامز؟ لا انت رامز. ايه بقى السيزون اسمه ايه بقى المره دي؟ رامز شهد الفرن ولا رامز اخر الشهر؟ عشان خلاص تقنعوني ان انا يعني جاي تعملوا لي رغباتي، ده محدش بيعبرني اصلا. طب بص عم علي، ممكن كوبايه ميه؟ عم روح موت بقى وريحنا. ميرسي يا حبيبي. شوف لا ما كده مش هينفع، المفروض يرويه علشان خاطر هيشقق كده ان شاء الله، ريب التنقيط حتى، وبعدين ده روح يعني وما ذنب النباتات. انت بتقول يا حبيبي، انت بتقول ايه دلوقتي؟ سمسم ممكن تخرس علشان انت مش مدرك المصيبه اللي احنا فيها. سمسم احنا بنمضي شجره على الوصيه، فاهم حاجه؟ بص الموضوع مش تناكه خالص يعني، بس انا عايز اعرف انتوا ممكن تساعدوني في ايه يعني. لا بص يا استاذ سعيد، ما حضرتك برضو عامل يعني دور شجره في مسرحيه حضرها 3 فاهم، فيعني اكيد اي شيء هتطلبه ان شاء الله لو طلبت ديليفري حتى ده هيقدم حياتك 2 3 لقدام. انا مش عايزك تبص على الامور من بره. المسرحيه دي امبارح في الافتتاح حضرها 9. سمسم هو انت سامع اللي انا سامعه ده؟ ايه سامع؟ اهي ركب اشرف عبد الباقي بتخبط في بعضها، هو ومسرح مصر كلهم، علشان البي بدور الشجره بيهدد استمراريتهم. بص يا استاذ، كون اني اعمل شجره ده ما يقللش مني في حاجه. انا اعمل اي دور بس يكون الورق عاجبني. ايوه انت بقى هنا في الحاله دي ايه الورق بقى اللي عجبك بقى؟ ورق لورا؟ انت لو تعرف المجهود اللي انا بذلته عشان اوصل لمكنون الشخصيه اللي انت شايفها دي يا استاذ. انا قعدت 6 شهور في مشتى الجوافه على طريق الفيوم لحد ما كل الطيور بقوا اصحابي عشان اعمل الدور ده كده. دور ايه يا استاذ سعيد؟ دور ايه؟ ده دور؟ انت عامل شجره في مسرحيه، انت مش كومبارس صامت، انت كومبارس صامت وثابت، يعني خدت الكومبارسات لليفل جديد. بعدين ايه التمثيل ايه يا حبيبي؟ ده انت بالكتير تعمل تمثيل ضوئي عشان تتعشى. سعيد انا جاي افكرك بالوقفه الاحتجاجيه بتاعتنا بكره قدام النقابه، عشان مش هينفع نسيبهم اكتر من كده يكتبوا اسامينا في التتر كاكسسوار. احنا فنانين يا سعيد مش ديكور. شو انا بحلم ولا ايه؟ هو مفيش ميزانيه للديكور ولا البني ادم بقى ارخص من الفوم؟ انا مش فاهم. ها يا سعيد هتيجي ولا لا؟ والنبي يا سعيد والنبي اوعى تكون بعت القضيه، انت بقالك 3 وقفات ما جيتش. طيب روح انت دلوقتي يا ناديه وانا سيبيني افكر في الموضوع. بالمناسبه كنت هايله النهارده. اشكرك. جميله، ممثله هايله، هيبقى ليها مستقبل ان شاء الله. استاذ سعيد معلش سيبك بقى من كل الكلام ده، وحضرتك فنان عظيم ما شاء الله ومثمر ما شاء الله. ممكن تقول لنا طلباتك ونخلع بقى؟ بص هو انا نفسي. هتقول يا ابني نفسك في ايه بقى؟ ما تقول نفسك في ايه؟ هتقعد سنه تفكر؟ ده انت هتطرح قدامنا وانت قاعد. نفسي اتجوز. يا الف نهار ابيض، سهله الحمد لله. خلاص يا سيدي على البركه. خلاص بصوا كفه كل شيء علينا، سماد عضوي، كيماويات، شتلات، اي حاجه احنا تحت امرك. يلا حبيبي انا والله العظيم ما بقلق غير من الطلبات اللي بتبان سهله في الاول دي. يا ابني اصله هيحتاج ايه اخره؟ يحتاج صوبه يتلم فيه هو وحبيبته وطقم خشاف نيش، يعني كلام فارغ يعني. بص هو انا مشكلتي مش في الماده خالص يعني، بس هو انا عايز اتجوز سارة سلامة. طيب على البركه يا حبيبي، ربنا يسعدك. ثانيه ايه؟ سارة سلامة؟ سارة سلامة؟ ليه انت عايز تتجوز سارة سلامة ليه؟ مين سارة ليه يعني؟ استنى ما انا عايز اتجوز سارة سلامة. ايه ده؟ مين سارة سلامة؟ يا ابني سيرش عليها. طيب سهل. ايه ليه تتجوزك سارة سلامة؟ انت يعني اشمعنى انت تتجوزك؟ دينا اماره واحده. هي مين سارة سلامة؟ يا حبيبي ما تسيرش يا حبيبي. انا بهوه، ما انا بسيرش. ليه انت هتتجوزك انت ليه يعني؟ هتتجوزني عشان امضي لك على الوصيه. الله، ده هي سارة سلامة. اصل انا اصلا اول مره اشوفها وبقيت انا كمان عايز اتجوزها دلوقتي. وانت يا ابني بطريقه كلامك دي يعني ما لقيتش غير سارة سلامة عشان تتجوزها؟ بص هو انا زمان كنت بحب شفاء ابو السعود وشفاء السبع، ومن المطربات بحب سميرة سعيد. ما كلهم فيهم حاجات. طبعا لازم. طب ليه ما تحبش وردة مثلا او ميار الببلاوي؟ بيومي فؤاد في القريب كده. سارة سلامة. لا يا ابني مش موافقه، يعني مش موافقه. طب اسمعيني طيب. مستحيل، انا مش هدفع ولا مليم زياده.
حبيبتي مش زياده ولا حاجه، ده هي ما لازم هندفع للنجم علشان نجوزها لسعيد عشان يمتن على الوصيه. يتجوزها ولا ما يتجوزهاش انا مالي، ما كفايه الفلوس اللي عمال تسحبها قد كده عشان خاطر الفيلم بتاعك. يا شاهي يا حلوه يا جميله، ما هو الراجل لو ما مضاش مفيش بقى ورث ومفيش شركه ومفيش الكلام ده كله. لا يا ابو انا مش موافقه. يا متاكده انك مش هتطلعي فلوس يا شهيطاز العلا يا جلال؟ عايز كام؟ ايه تصدق انا ولا مره سالتك بس انت بتعمل فيلم ايه ولا ايه القصه ولا والله العظيم ولا فاكر حاجه ليها علاقه بالطبيعه. حاجه بشجره. حاجه بشجره؟ بتعمل قصريه يعني ولا بتعمل فيلم كرتون؟ يا لذيذ. يا نهار ابيض. ايه حاجه بشجره في الجو ده؟ ساقعه يعني ولا ايه؟ لا دي مصيبه، شجره وتاريخي يعني. بس انت بتعمل شجره الدر. ايوه شجره الدر يا ابن اللعيبه. ايه يا سمسم بقى الدر ده؟ الدر ده إيه؟ خضار ده ولا فاكهه ولا ايه؟ لا يا حبيبي الدر ده حيوان بيعيش في الشجره دي، عشان كده قالوا شجره الدر. وليه اسمه الدر؟ علشان لما حد بيقرب منه بيضر اي حد يروح له. مش من مصلحه حد يعني انه يقرب. مش من مصلحتنا احنا شخصيا اصلا. يلا نخش نشوف بس انت بتشوه التاريخ ازاي. ها يا شباب يلا جاهزين؟ يلا رولينج. شجرة الدر مشت 93 مرة. اكشن. يا من ستذهبون الى سلطان مصر عز الدين ايبك ابلغوه رسالتي. وما هي رسالتك يا مولاتي؟ ارجوك اوعى تغير، انا حواليا كتير. ارجوك اوعى تغير، انا حواليا كتير. بس انا قلبي معاك مخلص لك واسير. يا 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 ايوه كات هايل. كان قلبي حاسس ياما، كان قلبي بس انت مع التاريخ يبقى لازم يحصل كده، لازم. ابو ولا انا شفته ده كان حقيقي؟ شايف يالا الموهبه يالا، شايف الموهبه يالا. انا اول واحد امنت بيها. انت امنت بحاجه انت خالص؟ دي موهبه. دخلت لطيفه في المماليك وتقول لي موهبه؟ لا تبقاش يالا اسود يالا من جواك كده وعدو للنجاح. شفت لما راحت قلبه من الفصحى للعمي. عمي؟ النبي انت اللي عمي. اروح اسلم عليها. روح. انا مين؟ عز الدين؟ صلاح الدين. يبقى انت قطز. دي بتخوني مع منهج التاريخ بتاع تالتة اعدادي. احمص. مينا بقى انت مينا. لا الحقها، دي رايحه على الفرعوني، دي هتكمل على العصر الحجري وتقول لك زلطه وكده. الحق. ابو. لا والنبي، ده انت لو مرتبانا ابجديا كان لازم برضه تقولي اسمي في الاول. هي دي مشكلتك؟ ايوه يا ابني، ابراهيم الف. ما هي مش بتاخد الغياب، دي بتقول اسامي ناس تانية. بيبي دول. ايه اللي قلتيه ده؟ ايه في ايه؟ حد يقول كده قدام الناس؟ ايه بيبي دول دي؟ بيبي دول زمايلي في العمل يا ابو. هتحبه. بقول لك ايه؟ ايه موضوع الشجره ده؟ هي الحلويات الشرقيه بقت بتطرح على الشجر ولا ايه؟ لا ايه، دي قصه حياه شجره الدر. حضرتك بقى بتعملي شجره الدر؟ لا شجره الدر هتموت في الفيلم بعد الشر عليا. فانت بتعملي ايه بقى؟ شجره الكريسماس؟ يسم. انا اروح اجهز بقى عشان المشهد الجاي. طب بقول لك ايه، انا هعدي كده عليك وانت بتجهزي، اخد حته بسبوسه بالقشطه تصبيره. اجزع. الله. بقول لك يا وحش، المخرج فين؟ انا المخرج. يا محسن الصدف. طب والنبي كنا عايزينك بس في كلمتين. تعال اتفضلوا على المونيتور. تعال. اكشن. مخرج من كده. لا ايه الكلام ده؟ انتوا جايين تعلوا لي ضغطي مش كده؟ هي بدله يا استاذه، ضيقها وسعها زي ما انتوا عايزين. طب ساره سلامه قلت ماشي، انما مين سعيد نخله ده؟ جايبين لي واحد كل تاريخه الفني انه عمل دور شجره في مسرحيه. اهو انت قلت اهو دور شجره، ده انكس، ده اكتر واحد لايق على الدور. انت بتعمل فيلم اسمه شجره الدر، هات سعيد يعمل الشجره وساره سلامه تعمل الدر. حضرتك ده مجدد جدا، ده اول فنان في العالم يعمل شخصيه نبات ونخله، ونجيبه بقى هنا نزرعه في اللوكيشن ويطرح لنا. بص بدأ يستظرف بقى ويقول افيهات ما بتضحكش وكده. طب معلش عشان خاطرنا، فن ما فيهوش مجاملات، ما فيهوش مجاملات. فيهوش مجاملات ايه؟ اشحال الفيلم ده كله معمول علشان خاطر ابو ماشي مع بسنت، مع الفنانه القديره بسنت. انت كده صلحتها؟ وجه جديد. خد الناهيه بقى يا كبير، انا منتج العمل ده، يعني الفيلم ده معمول بفلوسي، يعني اللي هقوله يمشي واللي مش عاجبه يمشي. واحنا وصلنا للمرحله دي؟
طب انا ماشي لو والنبي همسك فيك وهدبدب في الارض. مدغور يا عم، هات لي المؤلف. لا، ما هو انا المؤلف. في 60 داهية اي حد من الكرو يعمل اللي هو بيعمله. والكرو كله بتاعي. يلا يا رجاله فركش. طب ثانية واحدة، الفرقة اللي هناك دي تبعك؟ خليها لك. يلا بينا. ارجوك اوعى تغيب، انا حواليا كتير. ارجوك. اهو اهو. يلا يا سمسم. اهو 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 اهو. طيب دلوقتي احنا جايين لنا بكره سعيد وساره سلامه على الاستوديو، وكل الناس اللي شغالين في الفيلم مش موجودين، مشيوا. هنعمل الفيلم ازاي؟ المشكلة دي بسيطة. أنا أبقى المخرج. مخرج إيه يا إبو؟ أنت مالك ومال الإخراج؟ أنت ينفع تبقى مخرج؟ أيوة يا ابني، هو المخرج بيعمل إيه غير إن هو دمه بيتحرق طول الوقت ويقعد يشرب في السجاير كتير ويقول أكشن أكشن، ودي أنا بحب أقولها في الهزار أصلا، أكشن دي بحب أقولها كتير، ويقعد يمنتج ويصور لحد يوم 29 رمضان بس، ويشوف الممثلين في الكادر اللي هي دي. بس يا حبيبي، إيه ده؟ إيه ده؟ دي تتعمل في الحفلات بتاعت الساحل، دي تبقى كده، لكن ما بيشوفش ممثلين في بتاع عامله كده في مربع زي الكاميرا بيعمل كده اهو. أيوة عشان يشوف عارفها يا عم، انت تقعد تقولها لي اللي هي دي اهي. يا حبيبي بس يا حبيبي، انت بتتجسس على الفيلم. ايوه والله. لا مربع يا حبيبي، بيبعد كده عشان يشوف الممثلين. طب ما هي بص اهي، ما انا بعرف اعمل دي برضه اهي. والله العظيم القوالب نامت والانصاص قامت. عشان اللغه العربيه الفصحى الحلوه دي انت هتبقى المؤلف. بجد والله؟ اه والله. عشان قلت قولها تاني كده. القوالب قامت. إذا القوالب إذا فالقوالب قامت والإنصاص نامت. فلا تحسبن. مؤلف العمل أهو. أيوة أنا حسيت. برافو. أنا هألف العمل ده طبعا. خلاص. طب بالنسبة لبقية الناس، إحنا محتاجين ناس كتير. تفتكر ممكن نلاقي فين 50-60 بني آدم فاضي تماما يجوا يشتغلوا معانا في فيلم ملوش أي لازمة؟ سمسم أنا متفائل، وأنت؟ لا. أنت عندك حل تاني؟ لا. هاي استاذ سمسم، انا جبت الكلاكس، مش فاهم اعمل بيه ايه. يا عم طلعت قلت لك 100 مره اللي في ايدك ده اسمه كلاك مش كلاكس. انا هديك كلاكس في الفيلم تعمل بيه ايه؟ عشان لو في فيلم تاني معدي في نفس السيزون تفاديه تكلكس له. مش معقول بقى يا جماعه، دي مصطلحات سهله. انا مش هشرح تاني. اتفضل اتفضل. اتفضل يا سي سمسم. ميرسي يا بط. الله صحيح، يعني هي لازم خالتي تشيل الزعافه دي؟ ده انا لسه سامعاهم دلوقتي اهو بيقولوا عليها بومه، والبومه دي الله اكبر يعني فالوحش قوي في المنام. لا يا بطه، ده اسمه بوم مش بومه، وده ميكروفون عشان نسجل بيه الصوت في الافلام وكده. بص، هي المصطلحات بتاعت السينما صعبه، لكن انا عارفها. ممكن اشرح لك تاني لو اي وقت تساليني اشرح. ممكن نلعب بالكلاكس مع عم طلعت كمان بس. الله يسترك ما يحوجك يا شيخ. الله ينور طريقك دنيا واخره. ميرسي يا بطه. بالله يا رب طول ما انت ماشي تلاقي ولاد الحلال في طريقك. شكرا يا بطه. الله يخليك ويكرمك. خلاص يا بطه. شكرا. مين دول يا ابني؟ بيبي، دول الكروب الجديد. بس انا اول مره اشوفهم. حبيبتي دول عشان النخبه، دول ما بيظهروش اصلهم. انا قلت بقى بما ان بطله الفيلم بسبوسه نجيب لها كريمه الوسط الفني. كريمه وبسبوسه وتلزيق يعني. بس مش عارفه يعني، حاساهم هو عيب عليكي. شفت فيلم افاتار؟ ايه ده، هم اللي عملوه؟ لا بس كمان نص ساعه جاي في التلفزيون، لب وتسالي ونروح نتفرج عليه. طب والمخرج؟ انا المخرج. وانت صورت حاجه قبل كده؟ بص ايه الشاليه بتاع السخنه لما انا هروح اجهز. يلا نعمل افلام. دور استاذ ابو، هندور على ابنك. يا اهلا يا اهلا يا اهلا بنجم النجوم. خلاص انا الاوان بقى انك تعمل دور بني ادم. يا رب يا ساتر. انتوا بتصوروا ايه بقى هنا؟ فيلم ان شاء الله شجره الدر. انا ماشي. ايه يا استاذ سعيد، مالك في ايه؟ شجره تاني؟ انا من الاول عارف ان انتوا جايبيني عشان تتمقلسوا عليا. لا ثانيه واحده. هو انا اسمي بيعمل ايه هنا؟ ده كرفانك يا نجم. كرفاني؟ لوحدي؟
طب انت بتعيط ليه دلوقتي؟ صعبت عليا نفسي. اصل انا عمري ما كان ليا كرفان ولا اوضه ولا حتى سرير. استاذ سعيد ما تقولش كده، ده انت نجمنا بقى، انت نجم البلاتو ده كله. امسك نسخه من السكريبت. اوصله لمين ده بقى؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني توصلها لمين ايه ده؟ دي نسختك بتاعتك انت. نسختي؟ طب هات بقى عشان لو حبيت ترمي ورا ولا حاجه. قول لوحدي بس استنى. لوحدي؟ اهو. يعني انا هتكلم ابقى ليا جوه ابقى متكلم. هتتكلم يا سعيد، هتتكلم عشان انت بطل الفيلم. الفيلم ده فيلمك. فيلمي لوحدي. لا لا يا سعيد، اثبت يا نجم، اثبت يا سعيد. انت بطل الفيلم، انت اللي هتلعب دور عز الدين سايبك، وساره سلامه هتلعب دور شجره الدر. ايوه، وهتتجوزوا في الاخر. انا بسهلها لك يا نجم، بسهلها لك. ثانية واحدة. هو مش عز الدين ايبك ده اللي كانت شجرة الدر بتموته تربه الشباشيب على دماغه؟ لا يا سعيد، ان شاء الله لا، ان شاء الله هنلم الموضوع، مش هيوصل ابدا للقتل. مش هتوصل لقتل ايه يا اسطى؟ ده تاريخ، هنعمل فيه ايه ده؟ لا اعمل لي نقطة تحول بحيث ان شجرة الدر ما يبقاش بينها وبين ايبك قتل، لو سمحت. انا مش عايز قتل بينهم هما الاثنين. هو مش انت المؤلف؟ انا المؤلف؟ لوحدي؟ انا ممكن اعرف ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ رايحين تمشوا المخرج وتمشوا المؤلف وتجيبوا لي ونجيب احسن كرو في مصر. اقدم لك سعيد نخلة الفنان العالمي. اسود، مين ده؟ اجهز انت يا سعيد، يلا تعالي يا بلوى. اتفضل اتفضل. تعالي هنا. وانت جايه تعملي ايه؟ جايه تبوظي لي الدنيا؟ ابوظ ايه؟ وهو انا ينفع ابوظها اكتر من كده؟ انا شايفاك يعني بسم الله ما شاء الله عامل اللي عليك وزياده. ده انت مشيت كروت تصوير وجايب عيله بطه هي اللي تكمل الفيلم. دول نشرين غسيل ولا اسلاك الاضاءه. لا لو سمحت مش هسمح لك. تغلطيش في عيلتي. عيله مرات ابويا تبقى عيلتي. عيله مرات ابويا تبقى عيلتي؟ ده انت جايب كامبا مدير تصوير. الواد عينه حلو، الواد عينه حلو وانا مراهن عليه، وبكره تشوفي الواد ده هيبقى ايه. استاذ ابو بس معلش، الكاميرا فيها خرم وجنب الخرم ده فيه شاشه. انا بقى لما اجي ابص جوه الخرم ده اشوف الشاشه ازاي؟ انا هتشنكل. حط عين في الخرم وعين في الشاشه، يجري. تمام على خيرة الله. وكله كوم بقى، وبطل الفيلم كوم تاني بقى بذمتك. ساره سلامه هتبص لده؟ ما تفكرنيش بقى، انا مش عارف اعمل ايه في المصيبه السوداء دي. بقول لك ايه، اتكلي انت على الله، يلا، واحنا لو احتاجنا فلوس هنكلمك. يلا نورتينا. ايدك يا بابا لا توحشك. انا مش ماشيه من هنا، انا هحافظ على فلوس مستر طارق، هكون مسؤول عن الانتاج. نعم. وانت ايه علاقتك بالانتاج السينمائي؟ وانت كان ايه علاقتك بالاخراج السينمائي؟ اقنعتيني. كمبا يا سعيد، لو الاستاذ عماد حمدي كان شافك وانت بتعمل عز الدين ايبك كان اعتذر عن الدور. قصدك كان هينفسن عشان عيليت عليه؟ لا علشان الدور لم بصراحه. برافو. سعيد. يس. معايا ضيوف عايزين يسلموا عليك. الفنانة سارة سلامة، سمسم المؤلف، سعيد نخلة بطل العمل. ازيك يا سمسم؟ ازيك يا سعيد؟ انا مبسوطه قوي ان احنا هنشتغل مع بعض. مدي ايدك المسها. ايه ده؟ لا هو الله يرحمه كان بيعزك سنه بس. انا السبب ان زبده بلع لسان. انا اللي اخرت عليه الغدا. يا ريته كان بلع لسان انا، هو ما بلعش لسانه هو. زبده قوم يلا عشان نتغدى كلنا. يلا الغدا جه. زبده مات يا سمسم، زبده مات يا سمسم قبل ما يفضلنا على الوصيه. وصيه ايه يا اخي؟ انت ما بتفكرش غير في نفسك. الواد بلع لسانه وهيموت مننا. يا دكتور يا دكتور.
انت كدكتور يعني ما عندكش دم؟ الواد هيموت مننا وبالع لسانه. بس انت ما قلتيش ان هو ده المريض. لا ايه يعني كنا طلبنا دكتور بيطري عشان هو من الثدييات العملاقه؟ لا مش القصد بس. طب ايه نوديه التوكيل نحطه على الكمبيوتر؟ يا جماعه انا اعرف زبده هو بيبلع لسانه كل يومين، وموضوع الاسعاف ملوش اي لازمه خالص، احنا مش محتاجينه. انتوا بس شربوه 7 مع التكريعه لسانه هيرد خلاص. يلا يا جماعه يلا. 7 هيرد. في اطار سعي الدائم لتطوير مجموعه شركات النويري اللي هي عاجلا ام اجلا هتبقى بتاعتي، لقيت انه للاسف محتاجين نقلل الصرف. ايوه الريحه بقت لا تطاق في الشركه. الاساتذه اللي ما بتشدش السيفون والاستاذ اللي بيرمي الكلينكس في قلب الكابانيه، انا مش عايز اقول اسمه بس انا دلوقتي بحذر، الصرف اتسد. الصرف يعني المصاريف يا جحش. انت مش درسنا حضرتك يعني ينفع ترميها لي على اليمين وانا اتركن على الشمال؟ مش يعني ابهرنا معاليك زي ما عودتنا. المهم لقيت ان السكر غالي قوي، سافرت كمبوديا بنفسي، والله بنفسي، واستوردت بديل للسكر المحلي وبربع الثمن. سكر كمبودي فاخر، ده اللي مكتوب على الكيس زي ما انتم شايفين باللغه الكمبودي. حد فيكم بيفهم كمبودي؟ طب كويس. لو بصينا تحت على اليمين هنا هنلاقي جمجمه حمراء، دي مش عايزكم تقلقوا منها، دي رمز الجوده الكمبوديه. ايوه زي صحتك في العلبه دي بس بالكمبودي. لونه الرمادي وقوامه الخشن اللي شبه الرمل يوحي لك للوهله الاولى انه اسمنت بورتلاندي، لكن ده مش حقيقي. انت مجرد ما بتحط السكر وبتسيبه يفور شويه، ما تقلبش. اي احتكاك في الفنجان هنموت كلنا، ارجوك. لو دقتوه بعد كده هتلاقوا طعمه مر شويه، انما بعد كده هتبان الحلاوه. عموما هو اوفر كتير، اوفر. الله الله، اجتماع مجلس اداره من غيري؟ حد قال لي ان في اجتماع يا منى؟ لا يا انسه شاه. حد بعت لي ايميل بيقول ان في اجتماع يا منى؟ لا يا انسه شاه. حد قال لي على جروب الواتساب ان في اجتماع يا منى؟ انا مش على الجروب يا انسه شاه. مرتضى، انا حاطه عيني عليك وشايفاك وفاهماك كويس قوي. خاف مني، خاف مني كويس قوي يا مرتضى. غشيمه البنت قوي. المهم ندوق بقى كلنا الشاي. بسم الله الشافي. الحمد لله الحمد لله يا حبيبي. ها يا كابتن كنفاني، هتاخد زبده معاك ولا لا؟ لعلمك زين الدين زيدان لسه قافل معايا دلوقتي وعايزه في ريال مدريد. لا والله. والله انا اكدب عليك، احنا بس واقفين على مشكله هيتشحن ازاي، ان كده هيضطر يخش جمارك. لا يا عم خلي بالباع بيه، وده لعيب، ده تهمه. كابتن كنفاني انت بتعرف تعد لحد كام؟ بالراحه بالراحه بالراحه، ما احنا قايلين بلاش لحمه حمراء عشان النقرس. تعال خلاص يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشاعر: مهلهل مدلدل منتفخ متسخ معا ككتكوت مشوي والحلو هيكون ام علي. يسعد مجلس إدارة نادي غزل البنات لكرة القدم أن يعلن عن تعاقده مع النجم عبد العزيز زبدة بعد مفاوضات استمرت لدقائق معدودة عشان يكون كابتن عبد العزيز هو مهاجم نادي غزل البنات الجديد. أي أسئلة؟ الحقيقة في أسئلة كتير جدا، بس أنا هختصرها في سؤال واحد. ليه زبدة؟ يعني هقول إيه طيب؟ أقول إيه ولا إيه؟ لو عايز ألخصها في كلمة واحدة، البلد يوكل. يا فندم إزاي وقع اختياركم على كابتن زبدة؟ البصيرة، وأنا بدعي إن أنا شواف، أقدر يعني أتوقع المستقبل عامل إيه. يا جماعة هذا الرجل موهبة حقيقية. كابتن زبدة عبارة عن جوهرة مدفونة ما بين طبقات من الدهون. لو قدرنا إن إحنا بسكينة ونكحت هذه الطبقات فتسني، هنكتشف إن إحنا أمام موهبة هتاكل النجيلة حرفياً. كابتن كنفاني انت شايف الكلام ده صحيح؟ 99%. الزبده ده يا جماعه صفقه العمر بالنسبه لي. الزبده حابب تقول حاجه للجرايد؟ حابب اقول لكل الجرايد: راعوا ربنا شويه، راعوا ربنا شويه.
الجرايد ما عادتش بتشرب زيت وانا مش عارف اقلب بطاطس. وانا بحب البطاطس مقرمشه. رياضي كوميديان. رياضي كوميديان. انا بشكركم جدا على تواجدكم معانا، وبوعدكم ان شاء الله بلقاء قريب جدا في ساحات الملاعب. زعزع، اوامرك معاليك. انا عرفت هنقلل المصاريف ازاي. من غير ما تكمل معاليك، انا خلاص قريت الندى. احنا فعلا لو غيرنا اللمض بتاعت الشركه دي كلها بلمض موفره هتسمع معانا جامد في فاتوره الكهرباء. انا عندي معاليك جايب اللمض الحلزونيه دي بالضمان. حلزونيه ايه ولمض ايه يا جحش؟ هو انا عايز اقلل المصاريف بجد؟ انا بعمل كده عشان اخرب عليه الدنيا، عشان ما ينفذش وصيه عمي. طب ازاي معاليك؟ هتعرف في الوقت المناسب. كده أغلبية. معلش بقى يا أستاذ شوقي، مش هنعمل كيك بنكهة المفتقة، هنكمل بالنكهات العادية. ماشي يا جماعة، كده جدول الأعمال خلص، تقدروا تتفضلوا. بعد اذنك يا استاذه شاهي، انا عايز اقول حاجه. ما كان بقالنا ساعتين قاعدين، جاي دلوقتي عايز تقول؟ طبعا انتوا عارفين المجهود الخرافي اللي انا ببذله عشان اقلل مصاريف الشركه. وعلشان كده بقى جبت لنا السكر الكمبودي. لعلمك بقى الشحنة اللي انت جبتها قعدت 5 دقايق بالظبط في الشمس وبعدين انفجرت. وحد قال لكم تحطوها في الشمس؟ المهم، انا عرفت ازاي هنقلل النفقات. غزل البنات. ايه؟ عايزنا نعمل كيك بنكهة غزل البنات؟ لا طبعا. نقفل المصنع وننزل نسرح بغزل بنات؟ انا بتكلم عن النادي، فريق غزل البنات بتاع النادي. ماله؟ الفريق كل يوم في النازل، دوري درجة ثالثة وشوية هينزل درجة رابعة، وبيتصرف عليه 4 مليون جنيه في السنة. أنا بقترح إن احنا نحل نادي غزل البنات ونمشي فريق الكورة. عن إذنكم. يلا بقى يلا بقى يلا بقى اهو جنبك اهو. زبدة عمهم اوه اها حرق دمهم اوه اوه زبداوي زبداوي زبداوي. قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا؟ قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا؟ ايه ده هم روحوا؟ ده انا كنت بقولها مجازا كده. اقعد يا سمسم، اقعد يا حبيبي. انت داخل تملى وخلاص. هو انت معديم الاحساس والسنس للدرجات دي؟ يا ابني المدرجات فاضيه، مفيش اي جمهور غير ال3 بتوع نقابه غزل البنات دول، غير كده مفيش حد. انت بتغني لمين؟ ايه الزبده مولعها؟ الزبده مولعها على الاخر حبيبي يا ابني. الزبده من ساعه ما الماتش بدا وهو واقف في منطقه الجزاء بتاعه الخصم وما اتحركش. طب ما انت تلاقي الخصم واقف في منطقه جزاء. انا مربي ابني على كده. انت تحب حد يقف في منطقه جزاء؟ لو حد واقف في منطقه جزائك هتعمل ايه؟ لا اقف في منطقه جزائه طبعا. علشان الغلطان بياخد ايه؟ لا بياخد جزائه طبعا. اهو انت اللي قلت. ده انا اقلع الجزمه وادي نفسي 60 صرمه علشان الوصيه دي تخلص. زبده حبيبي، شوط واقعد عشان الدوالي، ما تجريش. يا الله يا رحيم يا رحيم. ازيكم يا شباب؟ شهي، هو انت ليه لابسه كده يا حبيبتي؟ عشان انا وطنيه مناضله، بحب مصر وبحب اشجع مصر. يا عديم الوطنيه. طب شهي، انت عندك معلومه ان الماتش ما بين نادي غزل البنات وغزل النسيج؟ ايه علاقه ده بالوطنيه؟ ما الغزل ده صناعه مصريه. صناعه مصريه ولا مش صناعه مصريه؟ جاهل. وبعدين مالك نرفز كده النهارده؟ انا ليه ابقى متعصب صحيح؟ حبيبتي بصي على النتيجه، 12 واحد. يا نهار اسود، احنا بقينا 12 يناير؟ ده انا ما نزلتش الشتوي. يا بني ادم ارفع الشتوي بقى، ما تنزلش. طب انتوا مقتنعين معايا ان انا مبتلى في كل اللي حواليا صح؟ انا مبتلى. هو في سنه ابتلاء فعلا. انا مبتلى. انت ما نزلتش الشتوي؟ ما نزلتش الشتوي. النتيجه 12 واحد ليهم. احنا جاي فينا 12 جون مقابل جون لينا. حارس المرمى بتاعهم شاط الكوره ايد ورجل، خبطت في زبده ودخل. يعني زبده اللي صنعه. انت كلبه صناعي اهداف، انت كلبه هدافه. وادي خلي بالك عايز يعدي ايه العبث اللي بيحصل دي مكنه في ارض الملعب ووقف. اقسم لكم بالله وقف بمنتهى الثقه. واكيد الاوردر ده يا جماعه اوكي لسه بقول لحضراتكم ده زبده يا جماعه، رجل كل المباريات، نجم غزل البنات اهو واقف وبياخد الاوردر، بيطمن على الكبده سخنه ولا ساقعه، وهو لازم الحكم يتدخل، واهو والنبي اهو هيديله كارت احمر ولا ايه، وهو
هوبا ده بيديله الفكه يخرب عقلك يا راجل. ده حاسبه يا جماعه. وبصوا الراجل بيطلب التبديل، ده المدرب يا جماعه بيلطم اهو. ايه ده؟ ليه كده بقى؟ ليه كده؟ يعني ايه يطلب دليفري في الملعب؟ يطلب دليفري في الملعب؟ ادي اخر دلعك في الولد. قعدت اقول لك دي مش طريقه تربيه. اتفضل ادي النتيجه. لا انت عندك حق. يعني ايه يجيب دليفري وانا جايب له معايا طاجن محشي بالليه ولوليتا؟ هو ليه ياكل بقى القرف اللي من الشارع ده؟ خلونا في المهم. مرتضى دلوقتي حاططنا في دماغه ومصر يقفل لنا النادي. ليه مرتضى يقفل لنا النادي ليه؟ احنا غلطنا في الزمالك؟ لا مش مرتضى، ده مرتضى التاني بتاعنا العادي. يا عم خضتنا يا عم. طب والتاني ده ليه حاططنا في دماغه واحنا عملنا ايه؟ علشان النادي بيخسر وبيكلفنا كتير، والاسبوع الجاي هيتعمل تصويت لاعضاء مجلس الاداره في قفل النادي. طب والحل؟ ان النادي يعمل نتائج ونبتدي نكسب، ساعتها الاقي حاجه اقدر اقنعهم بيها. معلش هكرر حاجه بسيطه بس. طب والحل؟ ايه ده؟ اعيد الاجابه تاني يعني ولا ايه؟ سمسم تعالى ورايا. شايفه اللمعه اللي ظهرت في عينين ابو دي؟ اللمعه دي لما انا بشوفها بعرف ان احنا هنتروق. عن اذنك. لا اله الا الله. غزل البنات يا اموره. عندك لب؟ حلو قوي اللي حصل ده. الشوط اللي جاي بقى ايه؟ نبصي لبعض اكتر. انتوا السبب في ان احنا نشيل 13 واحد. ما خلاص بقى كنفاني روق كده. امال ما حسسني انكم كنتوا بتكسبوا قبل كده. كنا بنتغلب بس بنشيل 6 7، مش بنشيل 13 واحد في الشوط الاولاني. وبعدين في راس حربه يطلب دليفري في وسط الماتش. يعني لو باك شمال كان عادي يعني. وبعدين فين زبده؟ في الشوط الاولاني جات له ضربه ركنيه ولسه ما رجعش لغايه دلوقتي. يا حبيبي جات له ضربه ركنيه؟ طب وهو عامل ايه دلوقتي؟ كله من شغلتكم الهباب. خلاص بقى انت هتقعد تعطلنا. كنت قلت لي بتعد لحد كام؟ كل ما النادي يفوز هتاخدوا هدايا. عجل وبلاي ستيشن وباتيناج وعلب مكياج. اللي هيعمل اسيست لزبده هياخد هديه. اعتبروه حاله انسانيه يا جماعه. زبده محتاج مساعده. لو زبده جاب جول هتاخد هديه. المهم تحطوا زبده في قلوبكم وما تخافوش من الكوليسترول. يلا يا زبده الاستراحه خلصت. استراحه خلصت؟ هو ده كله كان شوط؟ انا بقالي كتير قوي هنا. ايه يا زبده؟ ايه يا حبيبي؟ لا ده اول شوط في حياتك. اجمد كده بقى. امال عاش يا وحش عاش. عاش ايه يا ابني؟ هو ده يفهم عاش؟ ده راح جيم ده ولا ورد على صاله حديد؟ معلش يا زبده، واحده كده. انت على ما توصل الملعب اصلا هيكون الشوط الثاني خلص. يلا مين هيروح كاس العالم؟ يلا انت روحي كاس العالم. بس ده يتحمس بكاس العالم ده. مين يروح الشبراوي؟ انت كلبه روحي شبراوي. اهو بقى هوبا بيزا. تفتكر هيساعدوها نكسب؟ ما عنديش شك ان هم هيساعدوه، لكن نكسب. يا مساء الفل على الفريق الكسبان. هي نجوم مصر بتعرف تعد لحد كام؟ لا ما بنعملش حاجه. احنا حد الله ما بيننا وما بين الحرام. احنا عينينا ليك يا عم سمسم. انت عارف ان انا عمري ما ضغطت على حد بالفلوس؟ يا فندم واضح. انت حاسس ان انا ضاغط عليك؟ لا يا فندم خالص. رغم ان دي فلوس. اكيد طبعا يا فندم. انا حطيت 200 جنيه جوه كل كيس من اكياس غزل البنات. الحياه غاليه جدا يا سمسم. اكل والشرب بكام النهارده؟ بص لي هنا كده يا عم سمسم. معاك يا ريس. النهارده بنتكلم عن دوري المظاليم، دوري الدرجه الثالثه. ظاهره خرجت الفتره اللي فاتت اسمها زبده. معايا داخل الاستوديو الكابتن ابراهيم النويري رئيس نادي غزل البنات، اللي من بعد التعاقد مع زبده هي شفنا نتائج مختلفه تماما. اهلا بيك كابتن ابراهيم. اهلا بيك يا كابتن واهلا بالساده المشاهدين، وتحيه عطره بريحه الزبده الفلاحي. يمكن زي ما حضرتك قلت كده الدوري افرز لنا ظاهره، او يعني في ظاهره، يعني احنا شمينا الظاهره دي، يمكن الجمهور شم الظاهره، فيمكن احنا كنادي بدانا نحس ان شمينا ريحه حاجه، في حد عمل حاجه. الريحه دي ايه مصدرها؟ انا بس طيب اسمح لي ارحب برضو داخل الاستوديو بضيف التاني. هي انا ما عرفتش قوي افهم قبل الهوا هو مين، فمحتاج تعرف الساده المشاهدين بحضرتك. سمسم يا فندم. سمسم. مين حضرتك يعني؟ عرفنا بنفسك. يعني مثلا لو حضرتك هتكتب على الشاشه ابراهيم النويري رئيس نادي غزل البنات، ممكن تكتب سمسم ابن الداده بتاعت ابراهيم النويري صاحب نادي غزل البنات.
لا ما هي لو قله قيمه اتكل على الله، انا اروح اتفرج على القهوه. لا اصل هو على الهوا، اخد المج بتاعي واقعد في اي حته وخلاص. معلش خليك. طيب يعني خلاص يبقى احنا كده معانا النهارده الكابتن ابراهيم النويري رئيس نادي غزل البنات، والكابتن سمسم ابن الداده بتاعه الكابتن ابراهيم النويري رئيس نادي غزل البنات. زبده عرفنا بيه اكتر. انا كل اللي عايز اقوله ان زبده لعيب غير تقليدي، ما تقدرش تقول عليه خالص تقليدي، لان زبده ما بيلعبش كوره. عارف حضرتك ليه؟ لان اللي بيحب حاجه ما يلعبش بيها. بمعنى؟ يعني زبده حب الكوره. ايه يا جماعه خير؟ زبده حب الكوره اضعاف ما الكوره حبت. طب يعني دي كوره يا جماعه، استهدوا بالله. شوف يا كابتن، انت عارف ان كل حاجه اسمه نصيب. واصعب حاجه في الدنيا ان يبقى في علاقه حب من طرف واحد. يعني ده بسبب حجمه؟ لا انا ما بحبش بقى اخش في اعراض بقى، يعني اصل موضوع الحجم والعرض وكده دي اعراض، لان باختصار يعني فافضل ان احنا نتكلم عن مميزاته فعلا كلاعب وكموهبه حقيقيه. مهم جدا. طيب يمكن ده بيرجعني مره تانية للعناوين اللي بتتكتب من وقت للتاني عن ضروره ان هيكتور كوبر يضم زبده للمنتخب. هي برضو فكره ضم زبده دي بترجعنا لفكره علاقه زبده بالكوره او حب ليها. لان فكره منتخب يضم زبده لا. امال ايه؟ لا، زبده هو اللي هيضم المنتخب، زبده هو اللي هيضم زمايله. هو عنده من العطاء اللي يخليه يحتوي زمايله. هيضم الاتوبيس، هيضم المنتخب، هيضم زمايله. طيب انا اسف على الانفعال. لا انا مقدر حجم الانفعال ده، لان يعني ما حدش كان يعرف نادي غزل البنات، ولما يتعرف اسمه يتعرف بسبب موهبه كبيره زي زبده بحجم اللي انا بسمعه عنه. يعني تخيل لما غزل البنات يطلع زبده، تخيل. تخيل انت، يعني تخيلها في دماغك. انت عاده بيبقى الزبده بتطلع غزل البنات وتقرص عليها زبده وسكر تطلع غزل البنات، لكن تخيل لما غزل البنات تسيبه يسلي معاك يبقى يطلع حاجه زي دي. عارف حضرتك يمكن هو من القلائل اللي اسسوا فكره حاجه اسمها مدرسه الاستغناء. حتى مثلا في الاوردرات لما يجي يعمل اوردر اكل مثلا او حاجه اثناء الماتش مستحيل هتلاقيه بيسال زمايله تاخدوا ايه. لا معلش بس هوقف هنا، بيعمل اوردرات في الماتش؟ في نظام غذائي من قبل الماتش بفتره، وفي افرازات معينه لو ما كلش اثناء الماتش الافرازات دي تنزل فتشكل خطوره على الفرقتين. ويمكن كابتن كوبر يعني هو مجبر اخاك لا بطل، هو ما يعني كابتن كوبر ما عندوش هداف صريح يلعب بيه قدام روسيا. مفيش هداف. لا معلش يا جماعه لازم اقف هنا، احنا عندنا محمد صلاح. يعني طب متوقع طبعا حضرتك تتكلم في حاجه زي كده. طبعا كل التقدير لكابتن محمد صلاح فوق دماغنا، بوجه له تحيه من خلال برنامج حضرتك. ولكن تعالى بالورقه والقلم، لا احنا عندنا زبده فارق كتير عن محمد صلاح. زبده فارق عن محمد صلاح؟ الفرق لصالح زبده ازاي؟ عندك مثلا زبده مستحيل ترقصه، فاهم حضرتك؟ تقدر ترقص عماره 3 ادوار؟ لا منطقيا لا، ما احنا بنتكلم بمنطق، بتكلم بلغه الكوره. فانت عندك مشكله انا اتكلم بلغه الكوره ولا؟ بالعكس ده يهمنا جدا نتكلم بلغه الكوره. هتلقط معايا؟ انا احب اتكلم بلغه الكوره يعني جدا. انا احب اجمع الولاد كده بعد صلاه الجمعه في البيت كلنا نقعد نتكلم بلغه الكوره، ويعني دي عاده عندنا يعني. انتوا عيله كرويه اصلا؟ لا احنا ما نفهمش في الكوره، بس نحب نتكلم باللغات، ويعني بالذات لغه الكوره نحب نتكلم بيها قوي. كابتن محمد صلاح لعب في الدوري الانجليزي، منتخبات كتيره جدا اتفرجت على كابتن محمد صلاح، عارفين التكتيك بتاعه، عارفين تحركاته في الملعب ايه. النهارده احنا معانا زبده لا يتفوق عن صلاح انه نكره. محمد صلاح عارفين هو هنا ومفيش ماسكه برضه، يعني فاهم قصدي؟ يعني صعبه 8 عايز تمسكه بقى 8 تربطهم في بعض، يعني تلحم 8 في بعض وبعدين تمسك، وده طبعا ده مستحيل يحصل حتى دوليا. اما انت حتى لو لحمت 8 لعيبه بيبقى في الفروق بتاعه اللحمات دي، فبيبقى في حاجات بتبظ، فيعني بص ما تتخيلهاش، مستحيل تحصل. يعني منظر مقرف، احنا مش عايزين يعني هو منظر صعب شويه كمان على المنافسين اعتقد. ما هو ده برضو ده تكتيك حضرتك احنا ساعات بنستخدمه. فكره الترهيب، ان احنا بنوريهم الدهون المشبعه اللي عند زبده فهتخليهم يكشوا. لا يعني لو اي لعيب مثلا شال رفع الفانيلا ياخد انذار. مظبوط. زبده لو رفع الفانيلا ياخد 6 شهور، لان المنظر انت مش متخيل. في العالم كله بيتكلموا على سرعه محمد صلاح، هل زبده يعني اسمح لي بوزنه ده قادر على مجاراة سرعه محمد صلاح؟ هو طبعا مفيش نقاش كابتن محمد صلاح سريع، ولكن انا بتحدى كابتن محمد صلاح يقدر يقفل عداد. زبده يقفل عداد لان هو عارف كويس جدا انه عنده استابيليتي او اتزان مستحيل في الملفات يقلب، مستحيل. وبعدين يمكن في حركه شهيره كده عند زبده احنا جوه الفريق عارفينها بتاعت يعني الفوار دي. لا غير دي الفوار دي بعدها. طب استنى انا عايز اعرف ايه قصه الفوار دي. ما هقول لحضرتك، هنقول بقى لحضرتك. بيبقى مثلا هو بيجري على الوينج او حاجه وزمايله كلهم في منطقه 18 فتلاقيه يقولوا له ايه زبده اعمل لنا رفعه الحواوشي. ايوه يسموها رفعه الحواوشي. هو ليه تتبيله معينه كده بيغرفها من تحت، تلاقي الكوره بدل ما هي بيضاويه ما اعرفش ازاي بيعملها، تبقى عامله زي رغيف الحواوشي كده بتلمع من فوق، وايه
طايره زي شوية الطبق. بتلاقي التمانيات برضو قرمشت كده من الاطراف في الحته دي، والمقصات برضو مقرمشه كده، بتبقى حلوه كل قوي. ده هو اللي مسميها اسمها رفعه الحواوشي. هو سين كده بين زمايله رفعت الحواوشي، يجي بقى بعدها الفوار. عرفت بقى حركه الفوار جت ليه؟ عارف حضرتك لما بنجيب جون مش في ناس بيجروا يقوموا قالعين الفانيلا او حاجه، احنا لا، بعد رفعت الفوار دي اتكرعنا كلنا كفريق، حركه بتبقى حركه واحده، يجلي بقى الصدر، تلاقي اللعبه فاقت تاني عشان ياخد الكرة على صدره. هل زبده بيطمح من تخيل معايا كده يا زهزه، انه يحترف بره مصر؟ لو حد عمل مداخلة دلوقتي في البرنامج واتهم زبدة بأنه بياخد منشطات، ساعتها هيضطروا يعملوا له تحاليل، والمنتخب هيرفضوه بسبب حالته الصحية. يا سلام. احنا مش هننكر، انا بقى حضرتك دي تبقى صدفة عسل معاليك، بس مين اللي يعمل كده؟ ايه، في حد معين في دماغك؟ قصدك انا اشوف حد يعمل كده؟ انت تعمل كده؟ انا. طب ما تقول على طول معاليك يعني، بس يعني. طيب معانا اول تليفون. الو. الو، مساء الخير. تحياتي ليكم ولكل فريق الاعداد ولكل اللي موجودين معاك دلوقتي في الاستوديو، اللي انا ما اعرفهمش ولا اعرف اساميهم ولا اعرف عنهم اي حاجه. انا بس كنت عايز اقول حاجه. طبعا حضراتكم زي ما بتقولوا ان كابتن زبده شعله نشاط، يعني بياخد الملعب كله رايح جاي. طب ازاي يعني؟ هل بيتعاطى منشطات مثلا؟ انا بسال عادي. لا معلش يا فندم، احنا اسفين جدا جدا، احنا ابننا ما بياخدش الكلام الفارغ ده، ولا منشطات ولا الكلام، هو بس ده الفوار اللي احنا قلناه ده من شويه، ده احنا اتكلمنا عنه، ده فوار ما فيهوش حاجه، والمرهم بتاع التسلخات، والتسلخات دي دوليا دي تعتبر منشطات؟ لا ما ده ولا حاجه. طب يعني هل مثلا يعني عملتوا ليه تحاليل تثبت اهليته ان هو يشارك في المنتخب؟ انا بسال عادي على فكره. طبعا احنا هنعمل ده، احنا بس عايزين يعني مش لاقيين وريد او عرق، يعني فاهم، مش عارفين نقفش ده من زبده. اول ما هنقفش اي حاجه زي كده هنعمل التحليل ونجيبه فورا طبعا. احنا حضرتك لو عارفين نقفش وريد ولا بتاع كنا عملنا DNA وعرفنا هل هو فعلا يتيم ولا مش يتيم، ويبقى خلصنا من الفيلم اللي احنا فيه. لكن ما احنا لو لقينا عرق احنا هننكر يعني. هو بشكل عام بيكون دايما في البطولات الكبيره في اختبار منشطات وتحليل بيتعمل على كل اللاعبين، فاعتقد ده زبده يكون جاهز ان هو يخضع ليه. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا مش على هوا، هو انا بقعد قدام الجمهور كابتن سمسم، بكره ان شاء الله تاخد كابتن زبده وتطلعوا على مطعم البرج تعملوا كل التحاليل اللازمه، وبكره بالليل نظهر مع الكابتن في البرنامج. طب ده هيحصل ازاي ده؟ دول عايزين تحليل صايم، احنا مش عارفين نصومه نص ساعه حتى، نحلل ايه؟ عندي سكه. هات التليفون. اللهم اني احمدك واشكر فضلك حمدا كثيرا يا الهي. الحمد لله يا زبده، تحاليلك كلها مثاليه، ما تخرش الميه. سنة سمسم بقى، سنة سمسم، عشان كميه الدم اللي اتسحبت منه ما ترقدوا يعني. هم خدوا منك عين الدم ليه؟ ما تشغلش بالك، يعني هو الدكتور بيحب يجمع عينات، يعني زي جمع الطوابع كده وبتاع. ما تشغلش بالك، انت حبيبي كلت اعصج لك لحمه. طب هم ما خدوش من ابو ليه؟ لا هو اصل ما حبش يزفر الازايز في المعمل وكده، فخد مني. ما تشغلش بالك. سمسم ايه؟ انت مش ملاحظ حاجه؟ الفيلا فاضيه، اهل بطل عرل مشيوا. ايوه. اللهم الف حمد والف شكر ليك يا رب. ايوه فعلا الحمد لله. الف حمد والف شكر ليك يا رب. خلاويص. ايه ده؟ هو ليه ادونيس عامل كده؟ خلاويص مسكتك. دول طلعوا بيلعبوا استغماية عادي خالص. بس ايه ده؟ الله، انا العب معاك. انا مبتلى، انا ربنا بيبتليني في كل اللي حواليا. انا هطلع انام عشان تشكيله المنتخب بتاع بكره يعلنوه. ايه علاقه انك تنام بتشكيله المنتخب؟ يعني مش انت بتنام قبل التشكيله عشان الحموضه، ولا لو سهرت مش هيبقى فيه تشكيله؟ وايه الفكره يعني؟ تعرف ان انت لو طبقت قبل التشكيله ممكن يسقطوا النني دفاع مثلا؟ يا راجل. والله انا ما اعرفش، انا دايما بسقط النني بتاعي، انا باجي انام بقوم مسقط النني بتاعي ده وخلاص ونايم انا لا يا خطر بقى، انا مبتلى، انا مبتلى. الحقنه غبي.
عبد الله يا ابو باشا. اوه صباح النور يا طلعت، ايه الاخبار؟ وشك منور النهارده يعني. والله انت اللي عسل ومنور ونعيما نعيما مقدما. الله عليك. تحب اقفل لك الباب وانا خارج؟ لا يا باشا عادي مش حاجه. طبعا عادي مفيش حاجه. ايه يا سمسم مالك في ايه؟ اعلنوا تشكيله المنتخب. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ده اللي كنت عامل حسابي. انا ما نمتش كويس، سقطوا النني. يا ابني انت مهتم بالنني كده ان انت كنت بتذاكر له، مش مهتم بزبده؟ زبده عمل ايه؟ عمل بيض بالعجوه يا ابو، قلب ريحه الفيلا. بص انا في الاول ما كنتش مقتنع، بس لما دقت السمنه البلدي. يا غبي يا غبي، زبده عمل ايه في تشكيله المنتخب؟ كوبر خده؟ لا 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 لا. تعالى بقى نشوف نليسها ازاي. لقيتك من الأورجواي، منتخبات أمريكا الجنوبية. لقيتك من روسيا، منتخبات أفريقيا الشمالية. لقيتك من الفيفا وحكامها واستوديوهاتها التحليلية. هو زبده حامل؟ يا حبيبي عشان كده كان نفسه في النيفه طول الوقت. ده كان وحم مش طلب. لقيتك من كل شد عضلي، من كل شد عضلي. هو انتوا بتعملوا ايه؟ برقيه عشان يشرفنا في المونديال، ولسه كمان لما فانيلة المنتخب تيجي هنقعها في ميه بالزعفران، وبعد كده هوديها للشيخ السنباطي عشان يقرا له عليها. طبعا الفانيلا بالزعفران بتبقى اطعم طبعا. فليفر جميل كده. ها يا جماعه طمنوني، تشكيله المنتخب طلعت، هروح روسيا. تشكيله المنتخب طلعت طبعا يا زبده. وبص يا حبيبي انت قبلت يا زبده؟ قبلت. ايوه ما شاء الله. ايه ده بقى؟ هو كابتن كوبر هيقدر يروح من غيرك يا زبده؟ الله يا ابني انت بتقول اي كلام. نسيت وصيه. كابتن كوبر عمل وصيه؟ غبي، وصيه احنا وصيه هنا، في وصيه هنا. صح، عندي فكره. اوكي يلا يا زبده، يلا نطلع نجهز شنطتنا بقى عشان مسافرين روسيا بكره. طب ممكن بعد الغدا عشان بطه عامله رقاق؟ رقاق طبعا بعد الغداء بقى، بس كابتن كوبر منبه طن الرقاق ما يخلصش كله عشان نبقى خفاف في التمرين. حاضر ماشي. هاكل نص على الغدا ونص على العشاء. برافو. حاضر. يلا 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 نكسب بطولات. يلا روسيا بعد الرقاق على طول. حبه رقاق وحبه شنطه بقى نجهزها وكده. ايه بتبص لي كده ليه؟ اسمع، احنا هناخد زبده بطياره ونطلع على شرم الشيخ، هنفيك له ماتش كده وكده. قال يعني احنا سافرنا روسيا ولعبنا المنتخب. الواد يمضلنا على الوصيه، شكرا يا ابو الزبد، شكرا يا شباب، كل واحد يروح لحاله. بس المشكله بقى ان الحاجات دي محتاجه فلوس. ايوه، وفلوس كتيره، وفلوس يعني شاهي، وشاهي ما بتحبش ابو. ايه يبقى مين اللي هيروح لشاهي؟ بطه. غبي. حد غبي. اخيرا يا ابو طلبت مني حاجه. يا بقى الله يسامحك يا اخي. بقى ترى بطه عامله الرقاق باللحمه المفرومه ولا قرديح؟ لو الطقطوقه ما رجعتش قسما بالله تتخصم من مرتبك. يلا رش بقى ونستفتح. انسه شاهي، معلش كان في شويه مصاريف كده، كنا عايزين شويه حاجات كنا لا. محتاجين. اوكي مفيش مشاكل. مش عارف ازاي وافقتك على الفكره الزباله دي. ما كانت الحاجات دي ولا اوعى قد فكره ب1,000,000 جنيه يا هلا. المهم بس جهزت اللي قلت لك عليه. ايوه ربنا يسامحنا على اللي هنعمله في الواد ده، هنبقى احنا والكوليسترول عليه. بس جاي. اهلا زبده، جاهز يا وحش الكاس العالم؟ يا نجم الدهون المشبعه انت. انت جاهز؟ ده الحلم اللي مستنيه بقالي سنين. يا مسهل يا رب يا حبيبي. وايه دي يا شقي؟ لا دي حله محشي كرنب، بطه عاملاها لي. شوف يا اخي، شوف الذوق. شوف الذوق. هو عارف ان بعد 28 سنه غياب ما ينفعش نخش كاس العالم بايدينا فاضيه. صح برافو. وهم بيفهموا في الاصول. الحله دي هترجع مليانه. ترجع بقى فيها كاس العالم عشان الحله دواره يعني. هم الناس هي الحله دي انا واخدها عشان انقها بس في الطريق للمطار. ده على ما نجيب فطار يعني. ده سناكس يعني زي اللب السوري كده. مش وحش مش وحش. ولعلمك ده فال حلو يعني. في قاعده كده يقول لك اللي يروح بمحشي يرجع بالكاس يا رب، فده خير يعني. طب يلا نغمي عينينا ولا ايه؟ يلا بينا. يلا يا سامسون. ايه ده غمي عيني ليه؟ لا هنغمي عينه ليه؟ لا هنستفسر من الاول. دي تعليمات كابتن كوبر. اولا التدريبات سريه، ما ينفعش حد يشوفها ولا انت اصلا. تاني حاجه هو الراجل قصده ما اي حاجه تشتت بصرك مش عايزينها. عايزين نركز في هدف واحد، كاس العالم يا زبده. خلاص. الحلاوه دي ايه ده؟ انت بتجيب الحاجات دي على الهوا كده ازاي؟
طيب يلا يلا بقى ايه نقول دعاء السفر كده قبل ما نروح الطياره ونروح لموسكو كده. يلا بينا. يلا يلا طيب. حبيبي حبيبي من هنا، الهدف من هنا. يلا يا زبده، حاسب اوعى تخبط في الحلل، اوعى تخبط في الحلل. طار الخطوط عبود الجوية إلى قيام الرحلة الاستثنائية إلى موسكو المحسنة ويا بطاطا. غبي، انا متفق معاه يقول الى موسكو المتلجه قوي يا لوليتا، بطاطا ايه اللي في موسكو بس؟ هي دي المشكله اللي هتوقعنا. هيضيعنا. الله يحرقك يا سمسم، هي دي الطياره يا غبي. ايه ابو ما هي شاهي ما رضتش تدينا فلوس، انا قلت اعمل رحله لموسكو ب 200 300 جنيه كده، بس بقول لك ايه، اتقل، انا محفظ لك الناس دي كلها وكل واحد عارف هو بيعمل ايه بالظبط. يلا شاكرين يا عم سيد. لو معاك اي ازاز ميه نسيبها هنا علشان ممنوع نطلع الطياره بازاز ميه. عشان التفتيش. طبعا عشان التفتيش. طبعا. طيب الطياره دي تقريبا حملت، فهناخد بقى الطياره الثانيه اللي هي الطياره الخاصه. الطياره الخاصه. معلش يا زبده بقى، الطياره دي حملت، انت عارف كاس العالم زحمه بقى، كل العالم رايح. مفهوم. بقول لك كابتن موسكو دي. موسكو يا استاذ، اتفضل يا استاذ. ابو لو سمحت اتاكد انه موسكو على طول، لانه ساعات بينزلنا طلبيه ويدفعنا اجره تاني لموسكو. لا هي موسكو، تعال. طب يلا. موسكو دائري، اطلع يا استاذ. يلا تطلع سلم الطياره بقى ولا تدوخ؟ يلا. موسكو دائري، موسكو. هوبا بيسا.